أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين معاكم يا شباب حل ال40 امتحان إن شاء الله. احنا مكملين مع حضرتك، وده الامتحان رقم 2 في سلسلة المراجعات النهائية اللي بنقدمها لك على اليوتيوب. الحمد لله وبفضل الله أقوى سلسلة امتحانات هتشوفها في حياتك. 40 امتحان تكسير عظم يا صديقي. كل يوم ممكن تاخد لك امتحان كده تتمزج بيه وتتمتع بيه. اي نعم انا صوتي مش حلو زي عمرو دياب ولا تامر حسني يا سيدي ولا ويجز ولا اي حد من الناس اللي انتوا بتحبوهم دول، بس يا صديقي اوعدك بمراجعه عظمه. مش عايز منك حاجه، يعني مش عايز منك حاجه غير بس دعواتك الجميله وتتابعنا وتركز معانا، وان شاء الله 40 امتحان تدخل الامتحان كده بيهم وانت 100 فل و14. يلا بينا نبدا بالسؤال الاول. أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لأيونات بعض العناصر تبعا لقوة انجذابها للمغناطيس؟ على طول يا صديقي تقول لي يعني يا مستر بين قوسين كده عشان بس أبقى فاهم أنت عايز مين فيهم عنده أكتر عدد إلكترونات مفردة علشان كده بينجذب نحو المغناطيس أكتر. تعال نشوف واحدة واحدة. هو مدي لك حديد منجنيز تيتانيوم. ركز يا صديقي، الحديد موجب 2 بينتهي بدي 6 لأن أنت هيبقى فيه 4s 0، ف 4s 0 3d 6. مستر الحديد موجب 2 ده عنده 4 الكترونات مفرده، عنده 4 مفرد. التيتانيوم للاسف يا دكتور التيتانيوم عنده 0 لان التيتانيوم موجب 4. التيتانيوم كان اصله 4s 0 سوري 4s 2 3d 2، بس طبعا لما خسر الاربعه هنا 0 هنا 0 يعني ده 0 يا دكتور. طب اخيرا يا قلبي المنجنيز. تعال نشوف كده، نشوف المنجنيز بقى. ايه المنجنيز؟ Mn موجب 2 يعني اخره يخسر الالكترونين اللي في ال4s وال3 دي قمر. ايوه ال3 دي قمر هيكون فيها ايه يا حبيب قلبي؟ فيها 5. يبقى اللي عنده اعلى عدد من الالكترونات المفرده هو المنجنيز. يبقى اجابتك يا صديقي منجنيز اعلى واحد، بعده حديد 2، بعده تيتانيوم، وبكده يا قلبي الاجابه تكون باء. يلا يا صديقي نكمل ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 2 بيقول يلا أي مما يلي يعبر عن ناتج العمليات الكيميائية لتجهيز خام الحديد قبل اختزاله؟ يا ولاد عملية كيميائية بتحصل لخام الحديد قبل اختزاله هي التحميص. التحميص يا ولاد شغلته يعمل ايه؟ بيقلل الكتلة؟ بيقلل الكتلة، ولكن بص يعني انت التحميص انت بتشيل الشوائب، يعني بتقلل كتلة الخام بس بتزود نسبة الحديد في الخام. تعالى كده نشوف. نقص كتلة الخام نقص الكتلة، ونقص نسبة الحديد لا غلط. نقص كتلة الخام وزيادة حجم الخام لا، حجم الخام ده يعتبر هيقل. نقص نسبة الشوائب صح، ونقص نسبة الحديد يا اخي انت كنت بادئ بداية صح بس كملت غلط. نقص نسبة الشوائب وزيادة نسبة الحديد اي نعم صح. يبقى اذا اجابتك هتكون د. شوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 يا صديقي بيقول أي مما يلي يعبر عن تفاعل لتحضير العامل المختزل لخام الحديد في أحد الأفران. خلي بالك هو قال لك العامل المختزل. طيب تعال نشوف كده لتحضير العامل المختزل. احنا يا ولاد عندنا العامل المختزل، تعال افكرك بيهم. كان عندك اول اكسيد الكربون في الفرن العالي، وعندك الغاز المائي في فرن اسمه فرن ميدريكس. تعال نشوف ايه التفاعلات اللي عندك اللي هتحضر العامل المختزل. بخار الماء مع فحم الكوك. حبيب قلبي فحم الكوك ده انت حضرتك كنت بتفعله، خلي بالك، مع الاكسجين يطلع ثاني اكسيد كربون، مع الكربون مره ثانيه يطلع اول اكسيد كربون. اذا بخار الماء ملوش لازمه، بخار الماء في فرن ميدريكس. غاز الهيدروجين مع فحم الكوك لا، ما عندناش حاجه اسمها كده. ثاني اكسيد الكربون مع غاز الميثان. اولا انت هنا بتعك كده، انت بتعك. غاز الميثان ده كان موجود في فرن ميدريكس، ثاني اكسيد الكربون ده الفرن العالي. د بخار الماء وثاني اكسيد الكربون مع غاز الميثان. ايوه يا راجل كده ابتدت تظبط. الغاز اللي اسمه غاز الميثان اللي هو الغاز الطبيعي مع ثاني اكسيد كربون مع ميه يا ولاد، ده كان في فرن ميدريكس يطلع اول اكسيد كربون ومعاه الهيدروجين، وهي دي اجابتك اللي هتكون مظبوطه. اذا اجابتك د. تعال نشوف سؤال رقم 4. أي مما يلي يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات اللازمة للحصول على أكسيد حديد، أكسيد أسود للحديد من FeCl3. ركز معايا يا قلبي.
اكسيد اسود للحديد. طب هقول لك مين الاكاسيد السوداء. طب الاول عندك الاف اي او، عندك الاف اي 3 او 4، دول الاكاسيد السوداء. ربنا يستر. تعال نشوف كده ونقرا وربنا يسهل الحال، ولكن ركز معايا يا صديقي. اضافه محلول قلوي. طب ثانيه، ادي الاف اي سي ال 3 زائد ان ايه او اتش. صدقني ال ان ايه تاخد السي ال والاف اي تاخد الاو اتش، يطلع اف اي او اتش باي 3. اعمل لي انحلال حراري يا ابني. انحلال حراري يعني هيطلع اف اي 2 او 3. ده لو عملت له اختزال، ركز بس على حسب انت هتختزله عند كام. لو هتعمل له اختزال مثلا يعني من 700 ل 400، اسف من 400 ل 700 طلع اف اي او. لو عملت له اختزال من 230 ل 300 هيطلع لك الماجنتايت. يبقى اذا الاجابه دي مظبوطه صح؟ ما هو ده حديد 3 يطلع يبقى حديد 2. اذا هذه الاجابه سليمه 100%. اجابه محترمه، امتحان محترم. انا شايف الشغل عالي قوي يا اولاد. يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا كده يا قلبي. السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول اي مما يلي، ركز بقى معايا، يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات التي تتم على خام الليمونايت. مين يا ولا الليمونايت يا ولا؟ ده هيماتايت مع ميه. تاني، هيماتايت مع ميه. ماشي. للحصول، تعالى افكرك بيه بالمناسبه. بص بحب اكتبه الاول، اكتب الهيماتايت اهو واكتب الميه. بص انا عملت ايه؟ كتبت دول. تمام يا دكتور. وبعدين تاخد الثلاثه دي توديها كده، والاثنين دي تطلعها بره كده. ده يا ولاد اسمه خام الليمونايت. طيب عايز تعمل ايه؟ الخام الليمونايت والحصول على حديد الصلب. بما ان انت بتقول الحديد صلب، يبقى لازم انهي اخر مرحله ان انا اضيف كربون. لازم انا يعني دي يا اولاد الحل كله، لازم اختم اخر مرحله باضافه كربون. طب تعالى نشوف كده. طبعا مين اخر مرحله اللي فيها كربون؟ مفيش غير جيم. طب تعالى نفهمها. لو عملت تحميص هطير الميه، اعمل اختزال لده عند درجه حراره اعلى من 700 يدينا حديد، اضيف كربون يطلع لك الحديد الصلب. وده بيتم في احد افران الانتاج، سواء المحول الاكسجيني او الفرن الكهربي. سؤال رقم 6. اي ازواج الاملاح التاليه يمكن استخدام حمض الهيدروكلوريك للتمييز؟ وركز بقى في السؤال، انا عايزك تقراه تاني. مين من دول يا اولاد نقدر نميز ما بينهم؟ تعالى واحده واحده كده نشوف. خلي بالك، عايز اميز ما بينهم، يبقى انا عايز لو ضفت ال HCl على الملحين يديني مشاهدات مختلفه. تعال نشوف. Na2SO3، لو انا ضفت ال HCl هنا هيديني SO2. يا سلام يا دكتور، حلو قوي الكلام ده. البي او 4 ده لن يحدث تفاعل. طب ما كده ده قدر يميز، يبقى اجابتك هتكون الف، قدرت تميز. عايز ايه تاني؟ سؤال رقم 7. اي مما لا يمكن، اي مما يلي يعني لا يمكن ان يستخدم للتمييز بين راسب كربونات الكالسيوم وراسب فوسفات الفضة Ag3BO4. يا سلام، ايه اللي لا يميز بين الاتنين دول؟ الكلام هنا يا اولاد هيبقى عالي قوي، عالي قوي قوي. تعالى كده فكر معايا. اختلاف لون الراسب ده بيقول، طب ما دي تميز، هو بيقول لا يمكن ان يميز. لا طب ما هم مختلفين، يبقى دي ما تنفعش. انا عايز لا يمكن، يعني عايز مين غلط؟ اضافه ماء مذاب به ثاني اكسيد كربون. طب ما انت لو ضفت ميه فيها ثاني اكسيد الكربون ده يتحول لبيكربونات يدوب، لكن ده مش هيدوب. طب ما ده قدر يميز. جيم، اضافه محلول هيدروكسيد امونيوم. بص هرد عليك. هيدروكسيد امونيوم عم الحاج هيدوب فيه فوسفات الفضه، وده مش هيدوب. اذا ده انا عايز حاجه تميز يا مستر. اضافه محلول الكمان نفور المحمض لكل منهما. طب ما لو ضفت المحلول ده محلول الاكسده، الاتنين مش هيتاكسدوا. هل هو عنده مجموعه تقبل الاكسده؟ لا، هو ما عندوش مجموعه تقبل الاكسده. يبقى اذا يا صديقي اجابتك هتكون ايوه، الاجابه د. يا رب تكون فهمت. سؤال حلو، انا شايف اسئله حلوه واسئله جميله. تعالى بس يا صديقي كده نبدا ونشوف سؤال رقم 8. بيقول يتصاعد خليط من غازي كبريتيد الهيدروجين وثاني اكسيد الكبريت، يعني H2S و SO2، مالهم يا صديقي؟
من أحد المصانع أي المحاليل التالية يمكن استخدامها، ركز، للتخلص من هذه الغازات. أنا عايز أتخلص من H2S وأتخلص من SO2 كلنا على حدة. تعال نشوف. محلول كلوريد الصوديوم ثم أسيتات الرصاص. ثانية واحدة كده، معلش، هو كلوريد الصوديوم هيخلصك من مين؟ ولا واحد فيهم. ماشي؟ طيب ثم أسيتات الرصاص، ما أسيتات الرصاص هتخلصك من ده، هتكون لك راسب اسمه BPS. إذا الإجابة دي ما تنفعش، نصها نفع ونصها التاني لا. خلي بالك، حمض هيدروكلوريك ثم برمنجانات البوتاسيوم. يا عم الحاج، ال HCl هيعمل إيه؟ مش هيعمل حاجة، لكن برمنجانات البوتاسيوم، طب ما برمنجانات البوتاسيوم هتأكسد ده يبقى اتخلصنا منه. طب وده هنعمل فيه إيه؟ ملوش حل. طب جيم نترات الرصاص. يا عم نترات الرصاص انت هتاخد منها الرصاص، حلو، تاخد الرصاص هتحطه مع الاس يطلع الBPS راسب اسود، اتخلصت منه. محلول كبريتات النحاس هتعمل ايه بقى؟ كبريتات النحاس هتتخلص برضو من الاس، هتطلع لك CuS. ابا مش هتنفع. جيم د اسيتات الرصاص، ثانيه، اسيتات الرصاص هتتخلص من ده تكون BPS ثم ثاني كرومات البوتاسيوم. طب ما ده يتأكسد يبقى SO3. اذا تخلصت من الاثنين اهو، كل واحد قدرت تفعله، ده يقبل الاكسده، خلاص يبقى اجابتك هتكون د. يلا تعالى يا صديقي شوف السؤال اللي بعده. الله 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 الله، يا سلام يا سلام على سؤال 9. ركز يا قلبي. محلول ملح اكس تفاعل مع كل من محلول نترات الفضه فتكون راسب ابيض. يعني اكس مع نترات الفضه طلع لي راسب ابيض. يا سيدي شكرا. ده انا عايز اقول لك نترات الفضه بالمناسبه، تعالى كده معايا، AgNO3. خلي بالك امتى تطلع راسب ابيض، دي مهمه، هنشوف دلوقتي. هنشوف. طب كربونات الامونيوم، محلول كربونات الامونيوم تفاعل معاه فتكون راسب ابيض، يبقى الراسب ده اكيد فيه كربونات والراسب ده اكيد فيه فضه، عشان بس نكون واضحين. نشوف مين يكون راسب مع الفضه ومين يكون راسب مع الكربونات. كلوريد الكالسيوم، طب بامانه تنفع، لان كلوريد الكالسيوم الكلوريد مع الفضه يكون لي AgCl ده راسب ابيض، وكربونات مع الكالسيوم يكون لي كربونات كالسيوم. طب ما الاثنين دول رواسب بيضاء. طب ما الاجابه واضحه قوي. طيب يبقى 9 ألف. ده احنا مش هنكمل، ده انتوا ايه الشغل العالي ده؟ افهم يا صديقي، والسؤال سهل ما فيهوش اي حاجه. تعال نحل مع بعض سؤال رقم 10. يلا بقى تعال نشوف سؤال رقم 10 بيقول لنا ايه. من التجربه الموضحه، يا نهارك اسود ومهبب ومنيل ومطين ب 60، يعني ب 60 نيله. بص بص بص، اول ما الواد شاف السؤال قال لك اجري بينا ياما، ولا هتجري بينا ولا اي حاجه. افهم كده، هو حاطط لك الانبوبه دي، حاطط فيها كلوريد الومنيوم وكلوريد حديد 3 اهو FeCl3 وحاطط AlCl3. يا سيدي على عيننا وعلى راسنا. ضاف وفره من هيدروكسيد الصوديوم. اولا لما يضيف وفره من هيدروكسيد الصوديوم هيتكون عنده FeOH باي 3. بالمناسبه يا ولاد ده راسب لونه بني محمر، وهيتكون عندك AlOH باي 3 بس ده هيدوب. خلي بالك ده هيتكون الاول AlOH باي 3 هيدوب في الزياده من ال NaOH. ركز، هيدروكسيد الالومنيوم يذوب في الزياده من ال NaOH مكونا Al ميتا الومينات الصوديوم. تتكتب ازاي؟ ايوه ركز بقى معايا في الميتا الومينات دي، مجموعه الميتا الومينات، ونحط كده الصوديوم يبقى ميتا الومينات الصوديوم وايه وميه. طيب تعالى كده يا صديقي نشوف. ركز بقى يا صديقي، وعايزين بقى تركيز بقى ايه على اعلى مستوى. تعالى كده نشوف ونختار اختيارات منطقيه واضحه. الف بيقول لك اي مما يعبر عن بعض محتويات انبوبه الاختبار ب فيها كلوريد، يعني مفيش مشكله يبقى فيها كلوريد، ماشي ما عنديش مشكله. في ميتا الومينات، في ميتا الومينات. في صوديوم، في صوديوم. في الومنيوم، يا عم الحاج في الومنيوم بس في اجابه، في حاجه ناقصه. امال فين؟ طب يا عم في OH باي 3 راحت فين؟ هيدروكسيد حديد 3. ب في كلور، يا عم في كلور، ما انت حاطط الكلور بكميات كبيره، امال هيروح فين؟ ما هيطلع بره. طيب AlO2 موجوده الميتا الومينات. حديد، ايون حديد موجب 3 هو موجود موجب 3 بس كاتب لك ايه؟ AlOH باي 3 راسب؟ لا ده داب. ازاي موجود ده وده في معادله واحده؟ ده انت تشطبهم على طول. طيب ج ميتا الومينات موجوده، ميتا الومينات
ايه اللي موجب 3؟ لا عندي اعتراض، هو الايه اللي هنا مش موجب 3. طب كمل بس، هل الالومنيوم موجب 3 موجود هو والحديد موجب 3؟ يا عم الحاج ما الحديد عمل راسب، يبقى الايونات مش موجوده منفرده، يبقى تلغي دي. د بص بقى، هل موجود عندك كلور؟ ما احنا قلنا يا عم موجود كلور. في ميتا الومنات؟ في ميتا الومنات. في صوديوم؟ ده انت ضايف وفره من هيدروكسيد الصوديوم. في راسب اسمه هيدروكسيد حديد، والسؤال هيكون د. اكتب على السؤال ده سؤال محترم، سؤال محترم، ما ينفعش السؤال ده تعديه كده. الناس انا خايف هتغلط وتتغر بوجود الاف اي موجب 3. عارف معناها ايه؟ ايون حديد 3 معناه ان الحديد 3 موجود بصوره حره، وده مش صح، هو موجود كراسب لكن مش موجود كصوره حره. طيب يا صديقي تعالى نطلع مع بعض لسؤال 11. يلا يا قلبي. سؤال 11 بيقول اي المعادلات التاليه تعبر عن عمليه يتساوى فيها معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي. حبيب قلبي هو عايز تفاعل انعكاسي غير تام، ده هو عايز كده، عايز تفاعل انعكاسي رايح جاي. طيب هذا التفاعل اولا ده مش انعكاسي، ليه؟ ده فيه راسب يا باشا. طب ب يا باشا ده تفاعل تام، انت حاطط حمض قوي في الميه، ما هي تأين تام، ما يرجعش تاني، ده انت بتهزر. ج تفاعل هنا في غاز طلع والاناء مفتوح، تفاعل خلص. د ايوه حمض ضعيف حطيته في الميه، تأين غير تام، يبقى اجابتي ايه؟ د بسبب التأين الغير تام. يلا تعال نشوف اللي بعده. سؤال رقم 12، يا مسهل الحال يا رب. محلول حمض الهيدروسيانيك في حالة اتزان تبعا للمعادلة. يا باشا أهلا وسهلا بحضرتك، وخلي بالك محلول حمض الهيدروسيانيك اللي قدام حضرتك ده يعني هنتكلم عنه، هو من الأحماض مش القوية قوي، من الأحماض الضعيفة. أي مما يلي يحدث عند إضافة بضع قطرات من ال HCl. أنت حضرتك ضفت ال HCl، هيحصل إيه؟ اولا يا مستر انا عايز اقول لحضرتك، لو حضرتك ضفت ال HCl تعالى كده ضيفها بره، يعني اعملها بره. ادي ال H موجب وادي ال Cl سالب. اولا ال H موجب هتزود تركيز الهيدرانيوم، طالما تركيز الهيدرانيوم هيزيد يبقى التفاعل يمشي عكسي. بص اهو التفاعل هيسير في الاتجاه العكسي لان ده زاد، فالتفاعل يمشي العكس. طيب يبقى كده هيرجع تزداد تفكك الحمض، لا ده هيقل. تفكك الحمض هيزيد كده لكن هو هيقل. يزداد تركيز ايون السيانيد، وايه اللي هيزوده؟ هو التفاعل مش طردي؟ لا التفاعل مش عكسي. تقل درجه تفكك الحمض، ايوه اشكرك، واحد من الاسئله الفي اي بي اللي بتتكرر في اسئله السنين اللي فاتت وبتتكرر معانا دايما يا اولاد، نخلي بالنا منها. تعالى كده مع بعض نشوف سؤال 13. سؤال 13 من التفاعل المتزن التالي. يا سيدي سلم ماشي. 2x2 y2 طلع 2xy ناقص هيت. خلاص يا عم الحاج انا فهمت، ناقص هيت معنى كده ان الهيت تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. هذا التفاعل يا عم الحاج ماس، ده اللي فهمته، هذا التفاعل ماس. ماشي. اي مما يلي يعد صحيحا بالنسبه لتاثيرها على هذا التفاعل. تعال نشوف كده. اضافه x2، لو انا ضفت x2 ماشي، يزيد من تركيز النواتج. حصل يزيد من تركيز النواتج، ويزيد كميه الطاقه المنطلقه. لا هو ما فيش يا باشا، هو فين الطاقه المنطلقه يا عم الحاج؟ دي تروح بعكس الاشاره، دي ممتصه، غلط. اضافه y2 يا عم الحاج دي في y2 ماشي اهو، التفاعل مش طردي ماشي. يزيد من تركيز النواتج، يزيد من تركيز النواتج، ويزيد كميه الطاقه الممتصه. طبعا ما انت هتضيف محتاج طاقه تاني، ما هو تفاعل مص للحراره. السؤال ده مهم، السؤال ده مهم، سؤال فيه فكرة وحلو. أنا بقول لك سؤال حلو، وضع نموذج الامتحان ده بصراحة راجل عالمي، يعني أنا شايفه بيعمل شغل محترم. أي التفاعلات التالية هو الأسرع؟ ماشي يا صديقي، مين الأسرع؟ طيب شريط مغنيسيوم، لا بص سيبك من الشريطان، خليك في المساحيق عشان يبقى هو الأسرع كده ونختصر مع بعض. أكيد المسحوق، لأن كل ما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل. مسحوق مغنيسيوم كتلته 10 جرام، سيبك من الكتله ما تفرقش معايا، قال لي مع 50 مللي من H2SO4 تركيزه 1/10 في درجه حراره الغرفه. ماشي. طب استنى كده، التاني بيقول لك مسحوق مغنيسيوم كتلته 5 جرام، ماليش دعوه بالكتله. ما هو بص قلل الكتله وقلل معاها كميه الحمل، ماشي، بس انا هبص على مين؟ على التركيز. ده تركيزه 2/10 يعني اعلى،
وكمان درجة حرارته أعلى. طب ده أنت هنا زودت بص، زودت مساحة السطح، زودت التركيز، زودت درجة حرارة الغرفة. يبقى إذا يا مستر ده أسرع تفاعل، هو الأسرع. إجابتك هتكون د. ركز يا ولا، ركز يا ولا، ركز يا ولا. سؤال 15 بيقول محلول اكس تركيز ايونات الهيدروجين فيه مديها لك 1 في 10 أس سالب 9 عند درجة حرارة 25 درجة زلزية، أي مما يلي يعبر عن المحلول اكس. هو من الواضح يا اولاد ان هو بيسأل على البي اتش والبي او اتش. اولا انت قلت تركيز ايونات الهيدرانيوم صح؟ طب يبقى اجيب لك بقى قيمة البي اتش. اكتب ورايا البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز ايونات الهيدرانيوم اللي هي 1 في 10 أس سالب 9. لو حضرتك عملتها على الآلة الحاسبة، بص كده بتاعتك ثانية كده نحسبها يا أولاد. هي أعتقد هتكون جيم. هتكون جيم مش محتاجة، ما ده كده أس يبقى ماشي، يبقى 9. هي كده يا أولاد قيمة البي اتش لهذا المحلول هتساوي 9. اعملها على الآلة بتاعتك هتطلع معاك ب9. ما تستخدمش دماغك، حل بالآلة. تعامل مع نفسك في الامتحان ان انت بشر ممكن تغلط، بلاش الثقة الزايدة. محلول لقاعدة البي او اتش، لا انا ما قلتش بي او اتش، انا قلت البي اتش. يبقى محلول لقاعدة لان البي اتش اكبر من ال7. طالما البي اتش اكبر من ال7 يبقى ده محلول وانت مغمض عينك محلول قاعدي. محلول ايه يا اولاد؟ قاعدي. 16. تعال نشوف سؤال 16. يا سلام، سلم على سؤال 16. بيقول في التفاعل المتزن التالي الضغط الكلي عند الاتزان 3.2 والضغط الجزئي لغاز ال NO2 2 ATM والضغط الجزئي لغاز ال O2 1 ATM. ده بالظبط كده 1 ATM 1 ATM. ماشي. أي مما يعبر عن قيمة، ركز، أي مما يعبر عن قيمة الكي بي للتفاعل. اول حاجه هقول له طب ما انت حضرتك مديني ال NO2 حصل يا باشا، ومديني كمان، انا برد عليك اهو، وكمان انت مديني ال O2 ومديني الضغط الجزئي ومديني الضغط الكلي. اسف، طب ما انا هقول لك على حاجه. الضغط الكلي ده عباره عن ايه؟ الضغط الكلي عشان حضرتك تبقى عارف اللي هي 3.2 دي عباره عن ضغوط الغازات، الضغوط الجزئيه للغازات كلها. يعني 2 ATM زائد 1 زائد ما عندناش غير اللي باقيه عشان يبقوا 3.2 اكس. قيمه اكس هذا المجهول 2. يبقى اذا يا اولاد ركز بقى في الحته دي واكتبها ورايا. اذا انت اديتني ال NO2 واديتني ال O2، يبقى اذا النيتروجين الضغط الجزئي له بكام؟ ب2. تعال احسب لي الكبير. بص معايا كده، عايز بس مكان فاضي كده اعمل اشتغل لك فيه بقى. ماشي، اعتقد خلاص دي انت مش محتاجها، دي انت مش محتاجها خلاص. بص بقى تعالى نحسب. هتقول لي او الكي بي بتساوي الضغط الجزئي لمين يا اولاد؟ للنواتج، وكل مرفوع الاس يساوي عدد المولات. طب الاو 2 فوق اهو، ما دي نواتج، يبقى 1 أس 2 في 2. ايه مش عليها حاجة؟ يا عم مش عليها حاجة. 2 مش عليها حاجة. طيب تحت كتبت فوق دول النواتج، طب اكتب يا ابني المتفاعلات، يبقى 2 أس 2 اهو. 2 أس 2. يلا كده اشتغلها بالآلة الحاسبة بتاعتك، هتطلع معانا ايوه كده هتطلع بجيم كده، هتطلع ايوه بالظبط. اذا الاجابه جيم. خلاص يا اولاد. 17 واحد من الاسئله المميزه، ركز فيه. بيقول لك خليه جلفانيه من القطبين اكس واي لوحظ سريان الالكترونات نحو القطب واي، يعني الالكترونات طالعه ناحيه الواي. بص يا اولاد، احنا قلنا في الخليه الجلفانيه الالكترونات بتطلع من الانود، بتروح من الانود للكاثود. خلاص، يبقى اذا بص بقى معايا، انا الانود بتاعي هو اكس والكاثود بتاعي هو واي. ده معنى الكلام، ده معنى الكلام قولا واحدا. طيب تعالى بقى نقرا الاختيارات بتاعتنا. مين من دول يا اولاد صح؟ جهد اختزال اكس اصغر من جهد اختزال واي. تقول لي لا مش فاهم يا اولاد. احنا كنا بنقول دايما ده كجهد اكسده اللي هو الانود اكبر، وجهد اختزال اصغر. كده انت خلصت.
يعني ده جهد اكسدته اكبر وجهد اختزاله اصغر. اللي جهد اكسدته كبير جهد اختزاله صغير، يبقى جهد اختزال اكس اصغر من جهد اختزال واي طبعا. الواد اللي فاهم بيريح، الواد اللي فاهم بيريح يقول لك ده انود وده كاثود ويخلص ويعرف مين اعلى في جهد الاكسده ومين اعلى في جهد الاختزال ويريحنا ويريح دماغه بقى. 18 يا سلام، سؤال 18 ده اللي حطه معلم. بص بقى السؤال بيقول لك ايه، لا بجد اللي حطه معلم. بيقول لك ايه؟ الجهود القياسيه للاقطاب اكس وواي كما يلي. الاكس انا شايف ان الاكس الموجب زاد عندها، حصل له اكسده يا سيدي على عيننا وعلى راسنا، يعني ده جهد اكسده ماشي. الواي حصل له برضو اكسده، يعني ايه ده كمان؟ ده برضو جهد اكسده. تقول لي حلو. اي مما يلي يعد صحيحا عند عمل خليه كهروكيميائيه من القطبين اكس وواي. حبيب قلبي، بما ان الواي اكثر نشاطا من الاكس يبقى واي هي الانود واكس هي الكاثود، والالكترونات دايما هتطلع من الانود للكاثود اهو اهو. تمام، تعال نشوف بقى كده. اذا الانود هو مين؟ ده يا ابني وانت مغمض عينك يا حبيب قلبي، ده وانت مغمض عينك كده الانود هيبقى ايه يا اولاد؟ واي. حلو، يبقى الانود واي. تمام، يبقى خلاص دي كده اشطب الف اشطب جيم، خلاص مش معانا، يبقى واي. تمام. قيمه الاي ام اف، لا تعالى نحسب بقى قيمه الاي ام اف. هقول لك القاف ده الكاف. جهد اكسده الانود، مين الانود؟ الواي اهو، 1 علامه 6 6 يا باشا زي العسل، ناقص جهد اكسده الكاثود اللي هي كام؟ 76%. اطرح دول من بعض يا صديقي، هي 9/10، يبقى اجابتك هتكون في 18. ايوه ب. سؤال حلو، السؤال ده بيتكرر كتير قوي في اسئله الامتحانات، ومن فضلك ركز عليه. 19. عند امرار تيار كهربي في محلول نترات النحاس 2 باستخدام قطب النحاس نقي متصل بالقطب الموجب للبطاريه واخر من الحديد متصل بالقطب السالب للبطاريه. لا ده السؤال ده كده تهدى كده، تشرب لي واحده ليمون نعناع وتركز معايا بقى. بص بقى يا قلبي، عند امرار التيار الكهربي في محلول نترات النحاس 2 باستخدام قطب نحاس نقي متصل بالقطب الموجب للبطاريه. تعالى بس نعملها واحده واحده. انت بتقول لي عندك محلول اسمه نترات نحاس، ادي سي يو ان او 3 باي 2، اشكرك، باستخدام قطب نحاس نقي متصل بالقطب الموجب. يا ابني ما ده قطب النحاس عند الموجب اللي هو الانود، لان خلي بالك وقال لك باستخدام تيار كهربي، يعني اذا هذه الخليه خليه تحليليه. وبعد كده واخر من الحديد، ادي الحديد هنا اهو متصل بالقطب السالب، ده الكاثود. طيب اي مما لا يعد صحيح. يزداد تركيز ايون النترات في المحلول. يا حبيب قلبي هو هيزيد تركيز ايون النترات منين؟ ويظل تركيز ايون النحاس ثابت؟ لا الكلام ده مش صح. بس اكتب هنا سي واكتب هنا ايه؟ حديد. لا الكلام ده غلط. تختزل ايونات النحاس. بص بقى الحته الجامده دي. النحاس يا ولاد هيبتدي ينزل هنا، يبتدي ينزل في المحلول ويبتدي يتم اختزاله ويترسب على سطح الحديد. يبقى تختزل ايونات النحاس عند الكاثود صح اهو، يبتدي يترسب هنا عند الحديد صح. تمام. ويظل المحلول متعادل كهربيا. طبعا المحلول يا اولاد مش هيتاثر، المحلول ثابت فيظل متعادل زي ما هو بدون تغيير. سؤال جميل وفكره حلوه، سؤال جميل وفكره حلوه. المحلول متعادل زي ما هو. هو انت عملت ايه؟ النحاس نزل في المحلول، مشي راح اترسب. انت عملت إيه؟ انت ما عملتش حاجه في المحلول الالكتروليتي خالص. طيب تعال نشوف بقى سؤال رقم 20. ثلاث خلايا تحليليه متصله على التوالي تحتوي كل منها، ايوه يا صديقي قول، تحتوي كل منها على اقطاب خامله والالكتروليتات التاليه. اقطاب خامله يا اولاد، يبقى هو عايز، يعني عايز اقول لكم ايه، هو عايز يعمل لها عمليه فصل او تحليل كهربي. والالكتروليتات التاليه مسحور Al2O3 مسحور Mg3N2 مسحور NaCl، اي مما يعبر عن النسبه بين حجوم الغازات المتصاعده من هذه الخلايا. اولا لازم اسالك سؤال وترد عليا اشوفك فاهم ولا مش فاهم. بما ان هي متصله على التوالي، يبقى اذا يا اولاد اللي هيمر على الثلاث خلايا نفس كميه الكهربيه صح؟ يبقى هيمر عليها يا فندم 1 فاراداي. ده الافتراض اللي انا هفترضه.
ان هيمر عليهم نفس كميه الكهربائيه، كلهم 1 فاراداي. حلو يا مستر. تعالى بقى اتكلم معاك بقى راجل لراجل. يا عم الحاج، غاز الاكسجين، حبيب قلبي ركز ركز ركز. غاز الاكسجين لو انا مررت عليه، بص بقى الواد اللي بيركز في التفاصيل يقول لي طب غاز الاكسجين انا لو مررت عليه مثلا 1 فاراداي، هتقول لي ثانيه. بص مبدئيا، بص الواد بيقول لي طب مبدئيا بس نجيب كوبايتين شاي ونهدى، تعالى نتكلم على الاكسجين. الاوتو يا مستر، المول الواحد بيحتاج 4 فاراداي، ده لو 1 مول. طب لو انت عندك 1 فاراداي، تفتكر هيتصاعد قد ايه؟ هتقول لي ربع مول. ده بالنسبه لغاز الاكسجين. طب تعالى نعمل واحده تانية لغاز النيتروجين. غاز النيتروجين الواحد مول من ال N2 بيحتاج علشان يتصاعد، ها حد فاكر كم؟ 6 فاراداي، 6 فراد. خلاص. طب لو انت معاك 1 فاراداي، سهله، يبقى 1 في 1 يبقى 1 على 6 مول. كده تقريبا ابتدت تيجي معايا. غاز الكلور، غاز الكلور يا ولاد ده Cl2. يعني الواحد مول الكلور Cl2 بيحتاج 2 فاراداي. اكتب الحاجات دي عندك. Cl2 اهو Cl2. فطبعا ده علشان يتم اكسدته بيفقد 2 الكترون، بيفقدهم ال2 الكترون يعني 2 فاراداي. طب يا راجل بذمتك لو انت عديت 1 فاراداي يبقى دي اكيد هتصاعد كام مول؟ هيقول لك كده يبقى دي نص مول. حبيب قلبي، حجم الغاز بيساوي ايه؟ بص بقى الواد الشاطر قال لي حجم الغاز بيساوي عدد المولات في الحجم، اللي هو عدد المولات في عدد افوجادرو ال 22.4. خلاص. طب ما ال 22.4 ثابته فيهم كلهم اهو، كلهم بالمولات اهو. الاول ربع، الثاني سدس، الثالث نص. فين الاجابات دي؟ الاول ربع اهو، الثاني سدس اللي هو 1 على 66 من 1000، الاخير نص. صح، اجابتك هتبقى د. سؤال محترم، لا سؤال محترم بجد، سؤال امتحان، ده سؤال امتحان، انا اجيبه لك في الامتحان صدقني. فكرتوني الشباب بقى اللي عندها شامل، السؤال ده هيجي لكم في الامتحان. ادينا قلت لكم غششتكم سؤال اهو. ماشي، الشباب اللي عندها شامل، طبعا احنا بعد امتحان ال100 وبعد ما فرمنا امتحان ال100 بالمناسبه، احنا بنقول للمتابعين بتوعنا على اليوتيوب احنا عملنا امتحان 100 سؤال. امتحان ال100 سؤال كان مدته 4 ساعات. لو انت حابب يا صديقي تاخد الامتحان، ابعت لنا في الكومنتات على اليوتيوب، ابعت لنا بس رقمك، او لو مش حابب تبعت رقمك ابعت اي طريقه للتواصل واحنا هنبعت لك الامتحان على طول. الامتحان فور فري كل الناس. ابعت بس اي حاجه نقدر نتواصل بيها معاك، اكتب اي حاجه، تواصلوا مع والدي، تواصلوا مع اخويا الكبير، اي حد، واحنا على طول هنبعت لك الامتحان. بس علق بتم، او احنا كمان لو بعت لنا علق بتم يا سيدي ومفيش مشكله، واحنا هنبعت لك الامتحان. اكتب كلمه تم وهنحط لك الامتحان على طول في الكومنت بتاعك. 21 التفاعل التالي يحدث في نصف خليه جلفانيه. ماشي. طبعا انا مش فاهم حاجه من التفاعل خالص، يعني انا فعلا مش فاهم حاجه، ولكن ركز بقى معايا. بيقول لك ايه؟ من الواضح ان هذه الخليه اكتسبت الكترونات فحصل لها عمليه اختزال. تمام. طب انا بسال سؤال بقى، طب يعني اكتسبت كم الكترون؟ احنا مش عارفين. تعالى بس نشوف كده. وبيقول لك اي مما يلي يعبر عن العنصر اكس. مين يا اولاد يعبر عن العنصر اكس؟ تعالى نشوف. طيب هل العنصر اكس هو الاتش جي؟ الزئبق. ماله بقى الزئبق؟ هو الزئبق يا اولاد ينفع يحصل له اختزال بصراحه؟ ما انت خليه الزئبق كان اكسيد الزئبق بيحصل له اختزال، ايه المشكله يعني؟ ينفع عادي. ويستخدم في عمل سماعات الاذن. طب بقى ما انا صح 100%. ده انت يا راجل بتقول كلام زي لقطه القشطه. لا كلامك صح. يبقى هو اذا زئبق. صح 100%، لان استخدام الخليه يا اولاد يستخدم في سماعات الاذن. صح. لكن هنا بص بقى، طبعا الاجابه الف. ب بيقول لك رصاص ويستخدم في الاجهزه الطبيه. يا عم الرصاص ده مركب رصاصي. الاتش 2. طب ثانيه، للحصول على ماء الشرب لرواد الفضاء. معلش واحده بس، واحده. والاو 2 طيب لسفن الفضاء. يا حبيب قلبي ركز في الكلام،
ده هو هنا بيقول لك ده تفاعل اختزال. اختزال اختزال اختزال. الهيدروجين يا حبيب قلبي بيحصل له اكسده، صح كده؟ طب والاكسجين بيستخدم ايه؟ بيستخدم في ايه؟ في سفن الفضاء. ما احنا مش فاهمين. فالاجابه اللي واضحه قوي، اللي واضحه قوي، اللي هي الاجابه الف. تعالى كده يا صديقي نشوف سؤال 22. اي مما يعد صحيحا اثناء تفريغ خليه ايونات الليثيوم. اثناء تفريغ خليه ايونات الليثيوم. طيب بص كده معايا يا صديقي، لازم السؤال ده تركز فيه كويس قوي، من الاسئله المهمه اللي انت هتروح تجيبه ممكن من المفاهيم. السؤال بيقول اهو: تنتقل ايونات الليثيوم من القطب الموجب الى القطب السالب. ما حصلش. ما حصلش. ايونات الليثيوم يا اولاد كانت بتتجه الى اكسيد الكوبالت، ده كان الانود. طيب تنتقل الالكترونات من القطب الموجب، اديني بقولها اهو ركز. تنتقل الالكترونات من القطب الموجب الى القطب السالب. مين قال كده؟ الالكترونات طول عمرها بتطلع من السالب تروح للموجب. تنتقل ايونات الليثيوم الى القطب السالب؟ لا لا، ايونات الليثيوم هي بتطلع يا اولاد على طول، يعني هي طالعه بره، حصل لها عمليه اكسده، حصل لها عمليه اكسده عند الانود وهتطلع متجهه الى الكاثود، فتنتقل ايونات الليثيوم الى القطب الموجب. ايوه هي دي الاجابه يا اولاد. الليثيوم حصل له عمليه اكسده عند الانود وابتدى يتحول لايونات، والايونات دي تطلع عن القطب الموجب، فاجابتك هتكون د. تعال بينا يا صديقي نشوف بقى سؤال 23. الصيغ العامه التاليه لمشتقات، يا سلام سؤال عالمي، لمشتقات هالوجينيه لبعض الهيدروكربونات واستخدامات احد ايزومراتها. كل مما يلي يعد صحيحا بالنسبه لنوع المشتق الهالوجيني، خلي بالك، واستخدام احد ايزومراته ما عدا. حلو قوي. تعالى كده يا صديقي نبص بصه ونشوف. سي ان اتش ان سي ال 2 ان زائد 1. انا مش فاهم حاجه، طب ما توضح لي. فبيقول لك مشبع كان يستخدم كمخدر. طب ثانيه بس. يعني هو ده يستخدم كمخدر؟ طب مين اللي كنا بنستخدمهم كمخدر؟ هرد عليك في اللي كنا بنستخدمهم كمخدر. اولا كان عندك يا صديقي الكلوروفورم. ماشي، بص كده تعالى نشوف. سي اسف، بص الكلوروفورم نعيدها تاني. سي اتش، ايوه سي ال 3 ده الكلوروفورم، فسي ادي ان اتش ان مظبوط. طيب انا عايز، بيقول لك ما عدا، يعني انا عايز مين الغلط؟ سي ان اتش ان، طب مظبوط. طب بعد كده السي ال بيقول لك 2 في 1 ب 2 زائد 1. طب صح، ده الكلوروفورم، ده كلام مظبوط. طب ب، تعال نشوف ب بيقول لك ايه. سي ان اتش ان زائد 1. طب معلش تعال نقول على طول. مشبع يستخدم في التنظيف الجاف. اه يا مستر، ده بص تنظيف الجاف ده ثلاثي كلورو ايثان. طب يا ابني تعالى شوف كده الدنيا فيها ايه. جاوب. ثانية كده يا مستر هجاوبك. طب ادي عندي 2 كربون يبقى سي ان، تمام. يعني عندك 3 اسف كلور سي ان، يعني هنا دي ب2 مظبوط. والهيدروجين عندي 3، يعني 2 زائد 1 3 مظبوط. سي ال عندك ان زائد 1 3 مظبوط، يبقى ب كمان مظبوط. يا ولاد انا عايز الغلط، لسه مصر انا في 23 عايز الغلط. طب نشوف اللي بعده. غير مشبع يستخدم في صناعة السجاد. هو يا ولاد اللي كان بيستخدم في صناعة السجاد هو البولي بروبلين. طب انا هجيب البروبلين ده كان رمزه ايه؟ سي 3 اتش 6، ده بتاع السجاد. تعالى يا عم الحاج، السجاد ما كانش فيه كلور. يا سيدي يا عم الحاج، صناعة السجاد ما كانش فيه كلور، ما كانش فيه كلور. اذا هذه الإجابة هي اللي خطأ. جيم. ركز يا صديقي، حتى لما انت تيجي تعملها تقول لك طب دي 3، طب دول يبقوا 4. مش جاية، صدقني مش جاية خالص. يبقى اجابتك هتكون جيم، هي دي الإجابة الخطأ. طب تعالى نحل بعدها. غير مشبع يستخدم في تحضير الفينول. ثانية بس نشوف هو مين اللي كان بيستخدم في تحضير الفينول. اهو حلقة بنزين يا ولا يلا دحيح، حلقة بنزين فيها او اتش. ماشي، ده الفينول. مين بقى اللي كان بيجيبه بقى؟ حلقة بنزين برضه، ماشي، وفيها سي ال. طب ما تقول على صيغته سي 6 اتش 5 سي ال،
يبقى سي ان مظبوط، اتش ان ناقص 1 اللي هي 5 مظبوط، سي ال دي مظبوط. يبقى الاجابه هي الوحيده اللي غلط، هي ج. يلا بينا يا صديقي نكمل. سلام. شويه حاجات لا حلوه 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 بجد يعني، والعضويه جميله جميله بصراحه. 24 كل مما يلي يعد صحيحا بالنسبه للصيغه الكيميائيه والاسم وفقا لنظام الايوباك ما عدا. اذا في حاجه غلط، في حاجه غلط في اسم يا اولاد غلط. انا عايزك يا اولاد تركز وانت بتقرا السؤال، قراءه السؤال هتخليك ماشي زي الفل. طيب تعال نشوف اول واحد، الصيغه الكيميائيه. تعال ارسمها معلش عشان ما اتلخبطش. انت كاتب لي كربونه، تمام، ماسكه في كربونه، تمام، كل واحده عليها سي اتش 3 3 مرات اهو. معايا يا صديقي؟ معايا يا صديقي؟ تمام كده يا صديقي. اول مركب، يلا يا صديقي مكملين، يبقى زي الفل. تعالى سمي كده. ده بالظبط. بص كده، اختار اطول سلسله مستمره اهو. يلا تعالى اختار اطول سلسله مستمره، اعمله لك بقى بالالوان الليموني. يا سلام. اطول سلسله مستمره اهو 4، ده اسمه بيوتان. واثنين واثنين 3 و3 4 مثال بيوتان. المركب ده صح يا جماعه، المركب ده صح يا جماعه، والناس دي بتقول كلام يحترم. طيب تعال نشوف المركب الثاني ب. بيقول لك ايه؟ ارسم كده يا نجم النجوم. ده بيوتين وانت مغمض، عرفت منين؟ ادي الكربونتين يا حبيب قلبي اهم، وعليها سي اتش 3 وعليها سي اتش 3. انا ما بعملتش حاجه، وادي سي اتش 3 حلو، وادي سي اتش 3. حبيب قلبي في رابطه ناقصه، يبقى ده بيوتين. معايا يا حبيب قلبي، معايا يا حبيب قلبي القمر. يبقى اذا يا مستر باء مظبوطه. هو بيقول لك ما عدا، احنا عايزين واحد غلط يا اولاد، ركز. طيب تعال نشوف بقى السؤال ده. يا نهار اسود، ده جيم ده هيبقى فيه خراب بقى مستعجل. تعال نشوف جيم كده بس ركز. معلش معلش بقى، هستأذنكم امسح دول عشان نركز بقى ايه في اللي جاي. كده دول احنا خلاص احنا قلنا عليهم مظبوطين. طيب تعالى كده يا صديقي نشوف جيم. بيقول لك ايه؟ ادي الكربونتين اهو. بص امشي معاه واحده واحده، واعمل لك سي اتش 3 مرتين على الكربون. ادي سي اتش 3 وادي سي اتش 3 اللي هو بيقول لي عليه انا بعمله، تمام. وده 3 مرات، يا لهوي 3 مرات، ماشي يا سيدي. طب تمام. وهناك الناحيه الثانيه بقى سي 2 اتش 5 3 مرات. ادي سي 2 اتش 5 سي 2 اتش 5 سي 2 اتش 5. اختار لي اطول سلسله مستمره يا صديقي. ادي هنا، ادي بص 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 بص، انا همشي كده صح. عد، انا هجرب. تنفع دي؟ دي فيها كام كده؟ ادي 2 وادي 3 5، دول 5. طيب افكر كده اجيبها باي زاويه تانية. لا، هي لو جيت بكل الطرق 5 يعني 5. طب 5 عندك تفرع وادي تفرع، نقول ايه قبل؟ نقول الايه الاول. يبقى خلي بالك، خلي بالك في الكلام اللي جاي، كلام مهم. تعال نشوف كده الاقرب للتفرع، ده الاقرب للتفرع. يبقى ادي 1 2 3. يبقى يا صديقي وحبيب قلبي المركب ده اسمه ايه؟ اسمه 2 سوري 3 و3 ثنائي ايثايل، 2 و2 ثنائي ميثايل بنتان. ده صح يا اولاد. احنا عايزين الخطأ دي كلها ما تنفعش اجابات كاجابات، ما تنفعش. انا عايز الخطأ. خلاص كده بالاستبعاد، انا خلاص كده دال من غير بقى ما اضيع وقت، ما عنديش مشكله. دال كده كده في غلطه، لان الف وب وج طلعوا صح، خلاص يبقى اجابتي هتكون ايه يا اولاد؟ دال. تعالى نشوف سؤال 25. برضو سؤال 25 فيه حاجه كده عسل قوي، حابب ان حضرتك تفهمها معايا. 25 بيقول اي مما يمثل عدد الايزومرات الالكينيه التي تحتوي مجموعه ايثايل وصيغتها الجزيئيه سي 5 اتش 10 لازم يبقى فيها ايثايل. اولا يا اولاد ده اسمه الكين، يعني اللي قدام حضرتك ده الكين. فبيقول لك مين من دول يمثل عدد ايزومرات الالكينيه اللي تحتوي على مجموعه ايثايل. لا، واحده واحده، تعالى كده نحكي ونقول مع بعض. حبيب قلبي المحترم، انا ارسم لي الاول. بص كده حلو، انا ما عنديش مشكله. ده كده يا اولاد بروبين اهو، ده كده بروبين. طب هتقول لي يا مستر ده عايز مجموعه ايثايل. طب ثانيه بس، هو قال لك تحتوي على مجموعه ايثايل وصيغتها الجزيئيه.
ماشي. تعال نشوف بس، حاول كده نشوف الايزومرات بتاعت ده الاول. هو عايز مجموعة ايسايل يا مستر. طب ايه دي هتحسبها؟ دي هتحسبها. ركز كده معايا، سؤال حلو قوي. هل دي يعتبر تفرع؟ للامانه يا مستر انا مش شايفها تفرع، ولا انا يا ابني معاك حق. طب يبقى عايز افكر ايه اللي تحتوي على مجموعه ايسايل. خلاص انا ممكن اثبت مجموعه ايسايل والعب بالباقي. مركز معايا يا صديقي، مركز معايا، سؤال مهم قوي. يبقى انت جبت كده، هنفترض ان ده مظبوط، دي اول واحده. طب ما تيجي نعمل حاجه تاني زيها. بص، ادي 3 كربون يا سيدي، وادي C2H5 برضه اهي، والمره دي اغير مكان الرابطه. طب ما ده ايزومر تاني، تصدق صح يا مستر؟ انت كده عملت ايزومرين. طب هل ينفع اعمل ايزومر تالت؟ تعال نشوف ايزومر تالت، انا بجرب. انت اهم حاجه اللي ليك عندي يبقى فيه C2H5. ماشي، ايه رايك في ده؟ طب تصدق صح يا مستر، انا عندي اهو الكين، وادي عندك برضو C2H5. هل في حاجه تاني ممكن تتعمل؟ لا مفيش حاجه تاني ممكن تتعمل. يبقى عدد الايزومرات اللي طلع يا اولاد عددهم 3. سؤال عظمه، عظمه على عظمه، ده بجد سؤال عظمه على عظمه. بص بقى، معلش بقى نمسح بقى عشان نحل السؤال اللي بعده. تعالى يا صديقي بقى نشوف كده ايه اللي حصل. سيكا اهو، سيكا اهو، سيكا اهو، اهدى اهدى اهدى. ايوه كده اهدى. بص لازم تقول له اهدى كده عشان ايه؟ ما يتخضش منك. ماشي، يلا يا صديقي تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا ولاد بيقول سؤال 26: اي مما يلي الاسم الايوباك للكحول الناتج من التحلل المائي القلوي للمركب 2 برومو 3 ميثايل بيوتان. طب يا عم الحاج ما ترسم لي المركب ده، يعني حاول ترسمه كده، ارسمه كده عشان ايه؟ نطلع التفاصيل ونطلع تريكاتك يا زميلي. يلا بقى تعالى معايا. بص يا صديقي، ارسم المركب. يلا حبيبي نرسم. ادي البيوتان رسمته، 2 برومو 3 ميثايل، هتعمل تحلل مائي قلوي. يعني هتشيل البي ار دي، تشيلها بره وتضيف مكانها او اتش. مش ده معنى الكلام؟ يا مستر اهو تحلل مائي قلوي. حلو، طلع ايه بقى؟ قول لي اسمه ايه ده يا ابني؟ سهله جدا يا ابني، سهله جدا اهو. بص اهو سهله جدا، ده اسمه بيوتانول. كام بيوتانول يا ولاد؟ 2 بيوتانول. يبقى 3 ميثايل 2 بيوتانول. اعتقد واضحه جدا. 3 ميثايل 2 بيوتانول. فين يا مستر بقى 3 ميثايل 2 بيوتانول؟ ايوه، يبقى اجابتك د اهي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. اسئله حلوه اهو. سلام يا سلام يا سلام. تعال نشوف بقى، يا رب سهل. مركبين اكس وواي صيغه كل منهما كما هو موضح. ايه اللي طالع لي بقى؟ لا بص دي محتاجه مخمخه. لا تعالى مخمخ لي كده بعد اذنك، واحده واحده. ركز، بص انا بعمل ايه. كتب لي C2، تمام يا سيدي، ادي C2، وكتب لي في اتش جنبها، ادي الاتش، وكتب لي في 2 CH3. انا بعمل اللي هو بيقول لي عليه بالظبط، ادي 2 CH3. انا رسمت اللي هو اداهوني بالظبط. ده المركب اكس، ودي الناحيه الثانيه كتب ان السي 2 دي عليها C2H5. انا بعمل اللي هو بيقول لي عليه بس. خلاص ماشي، يعني انت دي كده تمام مظبوطه تمام. وهنا دي بيقول لك C2H5 وسكت. بس هو سكت. طبعا انا هنا يا اولاد لازم افهم في حاجه مش طبيعيه. طب ما فك دي، يلا فك لي دي كده بعد اذن حضرتك. يلا هتبقى CH2 اهي. انا فكيتها عشان بس اشوف ايه في رابطه، في حاجه مش ظاهره معايا تظهر. تمام. حضرتك دلوقتي دي عليها 4 ودي عليها 4، بس للاسف دي كده فيها مشكله. لا يبقى نعمل ترتيب تاني يا اولاد. الترتيب قد يؤدي الى تغيير حاجات معينه. يا اولاد انا بشتغل، بصوا يعني بحاول افهم هو مديني ايه. فطبعا لو عملت ترتيب، بص معايا كده، انا رايي في الترتيب ده ممكن تجيب الCH3 هنا وتعمل هنا رابطه.
كده ظبطت كده، كل كربونه عليها 4 روابط. الشكل ده كده مظبوط يا عم الحاج. طيب تعال نشوف بقى اللي بعده. خلي بالك بعد كده الواي سي اتش 3، انا هرسم اللي هو مديهولي سي اتش 3. السؤال ده حلو قوي يا جماعه. وبعدين سي اتش، لا ما خلاص، سي اتش اهو، ادي سي عليها اتش تمام، وسي تانية عليها 2 سي اتش 3. بص استاذ بناء الدحيح الكبير لازم يعلم حضرتك البناء المظبوط اهو. انا كده ظبطتها زي الفل. طب معلش بقى، تعالى كده قول لي ايه اللي هيحصل. ناتج اضافه بروميد، بيقول لك اي مما لا يعبر عن الاسم الايوباكي للمركب الناتج من اضافه بروميد الهيدروجين للمركبين. ناتج اضافه بروميد الهيدروجين للمركب اكس، ده اكس، لو ضفت له اتش بي ار يبقى الاتش هتروح هنا اهو. ما انا بتكلم معاك بصراحه، بتطبق قاعده ماركونيكوف للالكينات الغير متماثله، وادي البي ار هنا تمام. يبقى هيطلع معاك 2 برومو 2 ميثايل بنتان. ثانية اجربها بس معلش، ادي اطول سلسله 2 برومو 2 ميثايل دي ماشي معايا. طب تعالى نشوف واي، ضيف عليها اتش بي ار، هتضيف عليها اتش بي ار تكسر الرابطه دي. حلو قوي يا دكتور تمام. هتضيف اتش بي ار يبقى الاتش تيجي هنا والبي ار هتروح هنا. حبيب قلبي بص كده، عد كده، ادي 1 2 3 4، ده بيوتان يا مستر. تصدق صح بيوتان، و2 ميثايل 2 برومو 2 ميثايل بيوتان صح. يبقى الاجابه هتكون مين يا اولاد؟ الف. سؤال عبقري ده بجد، سؤال عبقري، سؤال بيختبر هل انت حضرتك بتعرف تكتب صيغه بنائيه ولا لا، بتعرف تحول الصيغه المكثفه الى صيغه بنائيه مظبوطه ولا لا. هو ده السؤال، وهو ده الانسان اللي بيشغل دماغه ويقول ان الكربون عليه 4 روابط. فمن فضلك ركز على السؤال ده لانه سؤال جميل جدا 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 جدا. تعالى يا صديقي نشوف سؤال 28. بيقول اي مما يلي يعبر عن التعبير الصحيح للعمليات اللازمه للحصول على ابسط حمض كربوكسيلي اروماتي. ثانيه واحده اكتبه بس كده عشان بس ابقى فاهم. ده ابسط يعني حمض كربوكسيلي اروماتي من ابسط هيدروكربون اليفاتي. ابسط هيدروكربون اليفاتي، حبيب قلبي ده الميثان. يا لهوي على السؤال، يا لهوي على جمال السؤال، جمال سؤال ما شفت السؤال في الحلاوه دي. ابسط هيدروكربون اللي هو الميثان. طيب تعالى نشوف كده هنعمل ايه واحده واحده كده يا عم الحاج، خليك بالراحه علينا. طيب اعمل هلجنه. هلجنه الميثان لن تؤدي الى البنزين. عايزك تربط لي بقى ربطه هنا معلش بعد اذنك، ربطه محترمه. لا بجد محتاج ربطه محترمه من حضرتك. اسمعني بقى في الكلام اللي جاي، اسمعني بجد. السؤال ده متكلف وسؤال ابن ناس، عايزك تستفيد منه. سؤال بص، لا تقول لي لا كوك دور بقى ولا كنتاكي ولا الحاجات العاليه الحلوه دي، لا ده سؤال من قلب الحواري، ده سؤال جامد. بص يا صديقي، لازم علشان تحول الميثان لحلقه لازم الاول تجيب الايساين. انا لو منك هقول له هشتغلها بالعكس. بالعكس ايه يا عم الحاج؟ ده جاي المركب ده جاي من اكسده التولوين. تصدق معاك حق، يعني انا لو عنده تولوين اهو اكسده يدي لي بنزويك، يعني اخر عمليه هي الاكسده تمام. طب قبل التولوين بص بحل ازاي. قبل التولوين انا كان عندي بنزين. يا سلام يا مستر يا سلام. طب البنزين ده اكيد انت عملت له فريدل كرافت الكلى صح. طب البنزين ده انت جبته منين؟ اكدب عليك، انا جبته من البلمره الثلاثيه للسي 2 اتش 2. طب السي 2 اتش 2 ده جبته منين؟ جبته من التسخين الشديد ثم التبريد السريع. يا سلام يا مستر يا سلام. بص بقى انا دماغي ظبطت. يبقى الميثان حوله لي الالكاين اللي هو الايساين، حط هنا 2 وده يبقى هنا كده كام؟ يطلع الايساين مظبوط. بامانه كلامك صح. يبقى يا مستر هعمل تسخين شديد ثم تبريد سريع. التسخين الشديد ثم التبريد السريع يطلع لك ايساين. سوري هي بيه غلط طبعا، الاجابه ج سي 2 اتش 2 اهو. بعد كده اعمل له بالمره يطلع البنزين سي 6 اتش 6. بعدها يطلع التولوين اهو، تولوين تعمل له اكسده يطلع حمض البنزويك. سؤال جامد مش هقول غير كده، لا بجد سؤال جامد، سؤال جامد جدا 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 جدا.
دي فايده الحل الكتير يا اولاد، يبتدي يطلع افكار ويبتدي يخليك تشوف حاجات مهمه. يا اولاد النماذج الاسترشاديه السنه اللي فاتت انا بقول لكم وعلى مسؤوليتي الشخصيه هذا الكلام بنسبه، ويمكن دفعه السنه اللي فاتت يجمعوا معايا على الكلام ده يا جماعه، بنسبه 85% الامتحان كان منها مش بالنص، ولكن الافكار يا اولاد شبيهه لبعض، الافكار بتتكرر. يعني هيجيبوا افكار منين؟ كل مخرجات التعلم يا اولاد لا بيجي منها وبيعملوا النماذج الاسترشاديه ويعملوا لك منها الامتحان اخر السنه، يعني كل واحد. الفكره بس تشغل دماغك. 29 اي العمليات التاليه صحيحه للحصول على مركب صيغته CnHNO. اكتب يا ابني ده فينول على طول، ما تفكرش. CnHNO ده فينول من المركب C7H6O2. لا ثانيه واحده كده. اول ما تشوف ده يا صديقي، اول ما تشوف ده يا معلم على طول بص 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 بص، تقول لي بابا اهدى عليا بس، اهدى عليا، ده الحوارات كبيره قوي. C7H6O2 يكونش ده يا ولا البنزويك؟ معلوش حل غير البنزويك، هكدب عليك؟ اهو هو البنزويك عشان في كربونه زياده، وادي OOH. للحصول على مركب، يعني انت دلوقتي عايز الفينول من البنزويك. طب يا ولا هتعمل له ايه يا ولا؟ يا ولا هتعمل له ايه يا ولا؟ بس انا افتكرت حته مهمه جدا 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 جدا. اسمع بقى الحته دي معايا. لو انت عايز كحول ومعاك حمض هتعمل ايه؟ خلي بالك السؤال ده قمه في الروعه، قمه في الروعه. اولا انا عندي شويه احتمالات وعندي شويه شكوك عايز اقولهم لك. لا اتفضل قولهم، معلش محدش غريب. ايه الشكوك اللي عندي؟ انا شايف، اسمع بقى وجهة نظري يعني التي لا قيمة لها، يعني ان هذا المركب مش حمض، ده قد يكون استر بنسبة كبيرة، لان عمر ما حمض البنزويك هيطلع لك الفينول، وانت عارف ومتأكد ومتيقن، عارف ومتأكد ومتيقن انه الاحماض والاسترات هما لهما نفس الصيغة الجزيئية. كلامك صح. طب ما تيجي نفترض ان ده استر. عارف بقى لو استر، خلي بالك بقى، بص 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 هقول لك حته حلوه. يبقى ده كان فينول. يا سلام يا دكتور، يا سلام يا دكتور على الكلام الحلو. بص ادي كان فينول اهو معايا. لا ركز في الحته اللي جايه دي، حلوه قوي تعجبك قوي. ومعاك حل اسمه ايه؟ ايوه الميثانول. دي طريقه. او انا شايف حاجه تانية. بص انا بقول لك كل الاحتمالات اللي عندي. ده كده استر، او في استر تاني. بحاول على قد ما بقدر افسر لك انا بعمل ايه عشان تبقى فاهم. ادي يا مستر، ركز بقى معايا. هذا هو هيبقى ده الكحول بالنسبه لنا، صح؟ مفيش مشكله. وادي هنا كربونه وعليها O حصل، وادي هنا H. وده يا ولاد اسمه الفرومات. فرومات ده يعني يعتبر كده اسمه فرومات الفينايل. فرومات الفينايل. يا سلام يا دكتور، يعني ده حمض فروميك ومعاه الفينول، حمض فروميك معاه الفينول. طب يا ولاد الحاله دي، وده اللي انا ارجحه، حمض فروميك معاه الفينول، لو انا عملت له تحلل ماء قاعدي لا يطلع حاجه، يعني هيطلع بقى فرومات الصوديوم. لا وانا مش عايز كده. وهيطلع بالنسبه لنا هيطلع بقى بالتحلل القاعدي مش هيطلع لك الفينول. لا هقول لك ليه مش هيطلع لك الفينول يا صديقي. هقول لك ليه مش هيطلع لك الفينول. لان التحلل القاعدي اولا هتفاعل NaOH. طب ما ال NaOH هتتفاعل مع الفينول، مش هينفع. لا انا عايز ابعدها عن الفينول، عايز ابعد القاعده. طب انا ممكن بقى اقول تحلل مائي حامضي، صح؟ تحلل مائي حامضي. طب هتعمل لده ايه؟ ده لو اتعمل له تحلل مائي حامضي، بص كده يطلع ايه؟ انا بحل اهو السؤال ده. لو اتعمل له تحلل مائي حامضي يا صديقي، ركز معايا كده، يطلع فينول اهو، زائد بص كده معايا CHOOH. يبقى كانك بتقول HCOOH، حمض الفورميك مع الفينول اهو. جرب. بص انا مش متاكد، جرب وتعالى نتكلم. جربهم وقول ينفعوا ولا ما ينفعوش. لا ينفعوا نص وثلاث ارباع. خلاص يا ولاد، سؤال مهم عالمي. يعني عايز اقول له اللي حطيت النموذج ده بجد، يلا اكتبوها يا ولاد عشان بس هنمسح. انت حد عالمي،
انت بجد حد عالمي يعني، الله يبارك لك. امتحان، لا بجد امتحان خطير بجد. تعالى يا اولاد نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 30 بيقول، السؤال رقم 30 بيقول يا اولاد: اي مما يلي يعد صحيحا بالنسبه لترتيب العمليات اللازمه للحصول على 1 و2 ثنائي ميثايل سايكلوهكسان من مركب C6H6. وقلنا يا اولاد ده بعد اذن حضرتك ده اسمه فينول. احفظ الصيغه دي، ده الفينول C6H6 ده فينول. طيب تعالى كده نشوف سايكلوهكسان يعني ايه الرمز بتاعه. انت عايز المركب ده من الاخر اهو، 1 و2 يا سيدي، ادي CH3 وادي CH3 تمام، وادي سايكلوهكسان. ده مش عايز بنزين كمان، ماشي يا عم اهو. طب حلو، كمل. عايز تجيبه منين بقى يا قلبي؟ قال لك انا عايز احول الفينول لده. طب حلو، هقول لك على حاجه. طب ما انت عايز تعمل حلقه، يبقى حول الفينول لبنزين. لو هتحول الفينول لبنزين يبقى انت عايز تعمل اختزال. حلو، والبنزين هتعمل له عمليه اسمها عمليه الكله. ليه؟ علشان يطلع لك مجموعه التولوين ده اكتر من مره. حلو، وبعد ما تعمل عمليه الكله، لا ركز الله يخليك، بعد ما تعمل عمليه الكله اعمل هدرجه. كده انت خلصت. يبقى سؤال 30 زي ما احنا مشينا كده. الاول اختزل. الكله ممكن تعمل الكله مرتين، اللي هو تفاعل فريدل كرافت تعمله مرتين وبعد كده تعمل هدرجه. طب تعالى نشوف كده. بدأ بالتعادل، لا انا عايز اول حاجه تسخين مع الخرسين. تسخين مع الخرسين صح، الكله تمام، تفاعل فريدل كرافت اللي هو الكله تمام، اكسده لا، انا قلت مفيش اكسده، انا قلت هدرجه. ليه بتعمل هدرجه؟ عشان الروابط بتاعت البنزين، الروابط باي يا اولاد اهو كلها تتشال اهو، شيلها، دي كلها تتكسر بالهدرجه فيتحول لسايكلوهكسان. طب تعادل لا، ده غلط، ده بادئ غلط. يبقى اجابتك هتكون ايه يا اولاد؟ اجابتكم هتكون د. سؤال حلو بامانه، انا مبسوط، لا بجد مبسوط، شغل حلو قوي. 31 يا ويله يا سواد ليله اللي بيفكر يدخل امتحان ثانويه عامه من غير ما يخلص الاسترشادي. بص حبيب قلبي، يعني مش هنرغي كتير، بس الاسترشادي مهم، مهم جدا 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 جدا. اسمع كلامي واشتغل عليه، هيفرق معاك خالص، ده بجد. اي ازواج المركبات التالية يمكن ان يستخدم في انتاج بوليمر في 3 عمليات كيميائيه فقط. يستخدم في صناعه الشرايين وصمامات القلب. حبيب قلبي اكتب على ده الياف الداكرون. يا سلام يا دكتور، يا سلام يا دكتور، الياف الداكرون. انا مش عايزك تسمع غير دي، الياف الداكرون، الياف الداكرون. طب تعال نشوف كده. هو بيقول لك يعني مركب يمكن ان يستخدم في انتاج البوليمر وتعمله على 3 عمليات كيميائيه. طب تعال نشوف الاسيلين وبارا ميثايل تولوين. طب هو الياف الداكرون جايه منين؟ حبيب قلبي الياف الداكرون، الياف الداكرون جايه من الايثيلين جلايكول وحمض الترفيساليك. ماشي، هو بيقول لك بقى مين من المركبات دول ينفع يعمل لي ايثيلين جلايكول والترفيساليك، وعايز على 3 خطوات. طب واحده واحده، هات لي الايثيلين. الايثيلين ده هعمل له تفاعل باير اللي هو تفاعل اكسده، تشيل الرابطه المزدوجه اهو، تفاعل باير طلع الايثيلين جلايكول، ادي اول خطوه. تاني خطوه بعد اذن حضرتك هات لي بارا ميثايل تولوين. بارا ميثايل تولوين اهو، بارا ميثايل تولوين اهو. حبيب قلبي ده على طول يتاكسد، اعمل له اكسده. لو اتعمل له اكسده يا اولاد هيطلع الترفيساليك، ودي تاني خطوه اهو. افهم السؤال كويس. طب انت عملت هنا اكسده وعملت هنا اكسده، خلاص بقى نعمل ايه؟ 3 خطوه، بلمره. يعني الايثيلين جلايكول مع الترفيساليك تعمل ما بينهم بلمره، خلصت. يبقى الاجابه طبعا الف. سؤال حلو، بس انا خايف عليكم في نقطه. الناس على طول اول ما تشوفها تقول لك يا عم الحاج ايثيلين جلايكول وحمض. يا حبيب قلبي ايثيلين جلايكول وحمض الترفيساليك الاجابه صح، بس دي هتبقى عمليه كيميائيه واحده هتعمل بينهم بلمره وخلصنا. وانت تعمل ايه يعني؟ هتعمل على طول تكوين الاستر اللي هي اول خطوه، اللي هي الخطوه الاخيره. يعتبر دول بلمره اللي هي كان فيها، اللي هي اصلها
تكوين الاستر اهو، بلمرة بالقسطرة. خلاص كده. يلا يا صديقي نحل مع بعض سؤال 32. إذا علمت أن المركب إيه حمض عضوي يتفاعل مع الأحماض المعدنية الأكسجينية. حمض عضوي يتفاعل مع الأحماض المعدنية الأكسجينية ولا يتفاعل مع الأحماض الهالوجينية. ما عرفتكش أنا يالا، ده أنت فينول يالا. ما هو الفينول ده أنت بتسميه حمض الكربوليك. حبيب قلبي أنت فينول أهو، فينول. أنا خبزك وعجنك وفهمك. والمركب بيخضع للصيغة CnHn H2NO. حبيب قلبي يا ده الدهيد يا كيتون. طب تعالى نكمل. ويتأكسد إلى حين، طالما يتأكسد إلى حين حبيب قلبي ده الدهيد. الدهيد طب ويستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والعطور. يا حبيب قلبي ده حمض الفورميك. صدقني حمض الفورميك. يبقى اهو حمض الفورميك HCOOH. طب انت بتحكي في ايه؟ فينول وفورميك اهو، بس احنا مش هناخد الفورميك طبعا. هو بيقول ان المركب ايه يخضع للصيغه دي. طب ماشي، يبقى ده فورميك، يبقى ده جاي منين؟ جاي من الفورمالدهايد اهو HCHO فورمالدهايد. يا ابني فورمالدهايد وفينول ده باك لايت. باك لايت اهو، باك لايت. طب ما الباك لايت يا حبيب قلبي جاي منين؟ من الادوات الكهربائيه. ده يعني بنستخدمه فين الباك لايت؟ في الادوات الكهربائيه كماده عازله. صح ولا غلط؟ سؤال جميل يا جماعه. بصوا انا ما شفتش امتحان عسل كده بجد. امتحان عسل عسل بكل ما تعني المعنى من كلمه. كل مما يلي سبائك بنفلزيه ما عدا. ركز ركز من فضلك. السيمنتايت سبيكه بنفلزيه رمزها Fe3 Fe3C. حلو. النحاس الاصفر. يا عم الحاج هو مين النحاس الاصفر ده؟ ده كان قصدير ونحاس. بس دول كانوا الاتنين بيتخلطوا على بعض، دول ما كانوش يا ولاد بنفلزيه. طب تصدق صح؟ خلاص يا عم، يبقى اجابه 33 يبقى النحاس الاصفر، لان دي سبيكه يعني يعتبر انت بتخلط مادتين على بعض خلط، لكن البنفلزيه تفاعل. السيمنتايت ديور الومنيوم رصاص وذهب دول كلهم ايه يا اولاد؟ دول سبائك بنفلزيه. تعال نشوف سؤال 34 بيقول لنا ايه. رحت فين؟ رحت فين؟ ارجع. رجعت خلاص. 34 عاود فضل، ارجع فضل. فحم الكوك له دور في استخلاص الخرسين من خاماته. حصل. ماشي. وفقا للمعادله. ماشي. على فكره ده عامل مؤكسد بالمناسبه. هو ايه اللي حصل؟ اهو ماشي. يلا ده عامل مؤكسد تمام، وبالمناسبة ده عامل مختزل تمام زي الفل. حلو. عايز ايه بقى؟ اي المواد التالية له نفس دور فحم الكوك عند استخلاص الحديد. تعال اقول لك ايه دور فحم الكوك. فحم الكوك هو مصدر للعامل المختزل. محدش يقول لي ده عامل مختزل، لا، فحم الكوك هو مصدر للعامل المختزل. طيب يا ولاد بيقول لك مين من دول، ركز والكلام واضح اهو، اي المواد التاليه له نفس دور فحم الكوك عند استخلاص الحديد. طيب ماشي، انت بتقول يعني تعال نشوف مين يا ولاد ليه نفس الدور بتاع فحم الكوك. هو فحم الكوك كان مصدر تمام، وبيطلع الكربون اللي هو كان عامل مختزل. طيب انا في 34 بقى عايز اتناقش مع حضرتك واقول لك ايه. طب مين من دول يا ولاد ينفع يكون، ركز اهو، ينفع يكون كعامل مختزل؟ انا عايزك تركز بس في السؤال لان السؤال فعلا قوي، سؤال مش عايز لخبطه. ركز من فضلك. يبقى اي المواد له نفس دور فحم الكوك، يقصد فيها يا ولاد عمل فصل. الفصل ده هتفرق في الحل قوي. فحم الكوك يقصد بيه هنا. طب ما هنا يا ولاد فحم الكوك اللي هنا ليه مين بيبقى زيه عامل مختزل في الحاله دي؟ ركز. ما هو مستحيل يبقى فحم الكوك عند استخلاص الحديد. لا افهم السؤال معلش. هو بيقول لك ليه دور نفس فحم الكوك في المعادله دي. فحم الكوك هنا عامل مختزل. فحم الكوك نفسه هو بيقول لك فحم الكوك له دور في استخلاص الخرسين من خاماته. هنا اهو الكربون. يبقى خلاص يا مستر انت عايز واحد يشتغل كعامل مختزل. طب كعامل مختزل انت ما عندكش غير الف يا ابني. اول اكسيد الكربون والهيدروجين. فعلا سؤال محترم وسؤال في فكر عالي جدا 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 جدا، واي حد ممكن يتخدع فيه بالمناسبه. اي حد ده بجد. 35 أذيب 44.8 جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء لعمل 500 مل من محلول
حبيب قلبي لا، ده انت وقف لي لحد هنا، ده انت لحد كده يا حبيب قلبي نروح نجيب تركيز هيدروكسيد البوتاسيوم. هتقول لي يا دكتور اجيبه ازاي؟ يا ابني ما هو واضحه، التركيز هيساوي ايه؟ عدد المولات على الحجم باللتر. نعم يا مستر، ايوه يا ابني عدد المولات. طب عدد المولات هنا بيساوي كام؟ بص اهو ركز، عدد المولات على الحجم يبقى تركيز الكي او اتش اهو، عدد المولات على الحجم باللتر. اولا تعالى نجيب عدد المولات، الكتله على الكتله الموليه، الكتله الموليه للكي او اتش 39 زائد 1 ب 40، 40 زائد 16 يبقى 56. عايزين الاله يا جماعه، الاله معلش من فضلكم ركز بقى معايا يا ربي. ايوه كده، بص بقى معايا يا صديقي، ركز بس معلش عشان بس نطلعها مظبوطه. في المسائل يا اولاد انت محتاج تركز قوي، محتاج تركز قوي عشان ما تطلعش رقم غلط. يبقى تعالى نقول 44 8 من 10 على، ايوه انا بحب امشيها خطوه خطوه معلش انا راجل قديم، 56 يبقى 8 من 10. يبقى عدد المولات، التركيز بيساوي عدد المولات اللي هي 8 من 10 على الحجم باللتر اللي هي 5 من 10. يبقى 8 من 10 على 5 من 10 فيها 1.6 من 10 يا ولاد. يبقى تركيز الكي او اتش 1.6 من 10. تمام. تعالى بقى نعمل معايره. وتم معايره 10 مللي من هذا المحلول باستخدام حمض الكبريتيك 2 من 10 مولر، اي مما يلي يعبر عن حجم الحمض المستهلك. ماشي، نعمل معايره الاول. كي او اتش حلاوتك يا مستر زائد H2SO4 جمالك يا مستر. اوزن لي يا ابني المعادله K2SO4، مش لازم بقى تكمل، ما انت عارف عندك 2 اتش يبقى تحط 2 هنا. المعادله اتوزنت زائد 2 ميه عشان الناس بس اللي بتسمعنا تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه. يلا حبيب قلبي يلا نعمل معايره. تقول لي ده بيساوي ده، حصل يا ابني صدقني حصل. ادي هنا 2 وهنا 1، قانون المعايره ما عندناش مشكله. حضرتك بتقول باستخدام حمض، اسف عندك التركيز بتاع القاعده وعندك الحجم كام يا باشا؟ التركيز 1.6 من 10 وعندك الحجم 10 مللي. اشكرك. هنا بقى عندك ايه؟ هنا عندك التركيز بس 2 من 10. ناقصك ايه يا ابني؟ ناقصني الفي اي اهو، الفي اي ناقصه. طب ما تيجي نعملها بقى. الواد الدحيح الجميل قال لي 16 على 2. تمام يا باشا، 8 على 2 من 10 يا ولاد طلع معايا ايوه كده بالظبط 40 مللي. الله، هو مالها يعني هو في عفاريت ولا ايه يا جماعه بتتحرك؟ مش عارف انا. طلع معانا بكام يا ولاد؟ 40 مللي. خلاص كده اظبط 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 يا صديقي. ايوه كده سيكا، لازم تقول لها سيكا كده عشان ايه تهدى علينا شويه. طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده. بيقول لنا ايه؟ سؤال 36. تعال نشوف سؤال 36 وركز يا جماعه. سؤال 36 ده فيه فكره جهنميه عالميه. اذيب 1.437 جرام من الماده دي في الماء، ثم اضيف اليه، خلي بالك دي كتله الماده كلها، دي كتله الماء. لا ورقه وقلم وتعالى لي بعد اذنك، ما انا مش هقعد احلل لك كل حاجه. تجيب ورقه وقلم كده معلش وتيجي ورايا عشان تركز. ثم اضيف اليه محلول كلوريد باريوم فترسب كذا من كبريتات الباريوم. يا ابني افهمها بقى، افهموها بقى الله يخليكم. دي مساله تطاير، بس ربط التطاير مع الترسيب، والمساله دي جت السنه اللي فاتت. بص هنعمل ايه بقى. انت قلت لي ان انت كان معاك كبريتات الخرسين، يا سيدي على عيننا وعلى راسنا زي الفل. ثم اضيف اليها كلوريد الباريوم، خلاص يبقى ترسب كام؟ يلا تعالى نكتب المعادله. زد ان SO4 اهي، الماده دي مع كلوريد باريوم BaCl2 ترسب BaSO4. المعادله كده موزونه؟ صدقني موزونه. طيب تعالى نعمل علاقه ما بين حاجتين اتنين. ايه هما يا دكتور؟ دلوقتي اكيد انت هتسالني بيقول لي اي مما يلي يعبر عن الصيغه الجزيئيه لكبريتات الخرسين المتهدرده. من الاخر كده هو عايز عدد مولات الميه. طب مش لما اعرف كتله ده قد ايه؟ امشي معايا المساله دي من فضلك خطوه خطوه، لا تمشي معايا خطوه خطوه.
وانا من رايي المساله دي كده عايزه دماغ عمرانه ودماغ شغاله وتركز فيها. بص يا صديقي، اولا هو قال لك كتله كبريتات الباريوم طلعت معاك بكام يا نجم النجوم؟ 1,165، ده كتله الراسب. طب انا لو جيت سالتك قلت لك اذا الكبريتات قد ايه، اللي هي كبريتات الخرسين كتلتها قد ايه؟ تقول لي خلاص سهله، اجيب الكتله الموليه بتاعت ده. يلا تعالى كده احسب لي الكتله الموليه لكبريتات الخرسين. اهو هاخد زي ما اتفقنا يا اولاد مسائل اديني بقولها، مسائل الترسيب لازم تسحب سهمين، سهم من المعادله وسهم من المساله. كبريتات الخرسين يا اولاد احسبها كده، الخرسين 65 و4 تمام، زائد كبريت 32 الله يريح ضميرك، زائد 64 طلع معايا 161 كتلته الموليه و4. خلي بالك ده انا عايز اجيب الكتله الجافه بتاعه كبريتات الخرسين. طب بالنسبه يا اولاد لكبريتات الباريوم كان 137، مش عارف ليه يعني بتحطوا ارقام عشريه كتير قوي. 137 و3 زائد الجزء بتاع الكبريتات ده الاس ب32، زائد الاكسجين عندك 4 في 16 يعني ب64، 233 و3 جرام. اضرب يا ابني وسطين في طرفين، 1,165 اهو، اضرب فيه 1,614 تمام. ضربنا الاتنين دول بالقسمة على 2 3 3 1 2/3، يبقى اجابتنا يا دكتور هتكون 8/10. اذا كتلة الملح اللي طالع عند حضرتك، الملح جاف كام يا ولا؟ 8/10. طب حلو قوي، معلش هنزلنا على المسألة دي ونشتغل. 8/10 يا ابني سهل قوي، 8/10. تعالى بس واحدة واحدة كده تعمل علاقتين، علاقة ما بين الملح الجاف وما بين المية، وتعمل سهمين. بص كده امشي معايا واحدة واحدة. اول سهم تقول له حبيب قلبي انا عايز اسالك سؤال، انت معاك الملح الجاف؟ معايا الملح الجاف. تجيب لي هنا تقول لي اول حاجه الميه اكس 18 الكتله الموليه ليه، والملح الجاف الكتله الموليه بتاعته. طب ما انت لسه جايبها بكام يا ولا؟ 161 و4 ادينا جبناه بتاعت كبريتات الخرسين. طب اسال سؤال بقى لحضرتك، انا دلوقتي انت عايز ايه؟ انا عايز اجيب كتله الميه، والملح الجاف انت جبت كتلته اصلا. طيب كتله الميه قد ايه؟ الواد اللي هيفكر يقول لك طب ما انا اقدر اجيب لك كتله الميه بمنتهى السهوله، هتجيبها ازاي يا ولا؟ هيقول لي الكتله اللي هو مديهاني في الاول اللي هي 1 4 3 7 اهو، 1/4 3 7 ناقص، مش عارف هي مالها معلقه ليه كده يا جماعه، مش عارف انا. 1/4 3 7 ناقص 8/10. إذا كتلة المية يا ولاد حوالي 0.637. حلو، نعمل بقى وسطين في طرفين علشان نطلع الكتلة دي. الرقم اللي طلع بتاع المية اضربه لي فيه 1.614 حلو كده، على 8/10 في 18. لو انت كده جبتها بالظبط طلع معايا 7. ايوه، يبقى اذا الاكس يا ولاد بتاعت الميه هتساوي 7 اهي. اذا يا ولاد بعد اذن حضرتك وبقول لك بعد اذن حضرتك اشتغل المساله جزئين. الجزء الاول اعمل مساله ترسيب، وبعد الترسيب اشتغل مساله التطاير بتاعتك عادي وحلها تاني لوحدك من فضلك. 37 من الشكل الذي امامك وجد ان كل من 50 مللي من المحلول تحتوي على العدد ده، ودي جميله جدا بقى 37 بقى. ليه؟ لانه هنا بيلعب بقى بالكيس بي، ان كل 50 مللي من المحلول تحتوي على عدد مولات معينه من المذاب. هقول له خلاص تعالى بقى اجيب لك التركيز بقى، وهتقول لي التركيز ده بتاع المحلول
من فضلك ركز، عايزك تركز. انت كل 50 ملي يحتوي على كذا، صح؟ طب يبقى حضرتك هتعمل ايه يا دكتور؟ هقول له اذا ركز. لما كل 50 ملي فيهم دول انا عايز بقى اجيب التركيز، خلاص هتجيب التركيز ازاي؟ التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. بص كده، عدد المولات اللي هي كام؟ 2 في 10 أس سالب 4. خلاص معلش ننزل كده ونقفل القوس. أنا عايزك تتعلم تشتغل بالأقواس بقى عشان إيه ما تتعبش. ماشي، الرقم ده يا ولاد عدد المولات على الحجم باللتر على 5/100. طلع معايا يا ولاد أهو في 10 أس سالب 4 على الحجم باللتر اللي هي 5/100. طلع التركيز 0.004. حلو بقى، انت كده جبت لي قيمة الاكس، جبت التركيز. الله 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 الله، جبت الاكس يا ولا، جبت الاكس يا ولا. فبيقول لك ايه؟ اي مما يلي يعبر عن قيمة كي اس بي للملح. قلت لك يا حبيب قلبي لو عندك الملح فيه 3 مول ايون، 3 مول ايون، تستخدم انهي صيغه؟ تقول له بص يا دكتور عشان نكون متفقين مع بعض، الكي اس بي في هذا الملح بتساوي، بص معايا انت مش جبت الاكس؟ هتقول لي يبقى الاكس في اكس تربيع 2 اكس تربيع، يبقى هتطلع معاك بكام بقى يا صديقي؟ ايوه 4 اكس تكعيب. 4 اكس تكعيب تاني، يبقى ده تركيزه اكس وده 2 اكس. فلما باجي احسب الكي اس بي، اديني بقولها لك من البدايه عشان ما حدش يقول لي انا ما فهمتهاش. هقول له الكي اس بي بتساوي اكس في، بص 2 اكس، لان الاو اتش يا اولاد في الحاله دي الاو اتش ب 2، يبقى 2 اكس تربيع. تختصر دي تطلع معاك 4 اكس تكعيب. يبقى يا اولاد هقول له 4 من 1000 اهو، 4 من 1000. بص ركز بقى معايا، هقول له 4 في، وافتح قوس، افتح قوس عشان تطلع معاك مظبوطه، 4 من 1000 أس 3. يا نهار اسود يا مستر، ده طلع معايا برقم ايه؟ ده كتير قوي قوي قوي. يبقى كده الإجابة هتكون ب، أيوه 2.5 في 10 أس سالب 7. الإجابة هتكون ب. سؤال حلو. طب هتقول لي يا مستر انا دي استخدمتها ازاي؟ ما انا عرفت ان انا عندي 2 او اتش وعرفت ان انا عندي ام جي، خلاص بقى انا مش محتاج. طب تقول لي طب ليه ما استخدمتش ال 200 مللي؟ لان هو مش عايزني استخدم ال 200 مللي. هو قايل لي ان كل 50 مللي من المحلول تحتوي على كذا من المذاب. خلاص يبقى هو مديني الذوبانيه او مديني التركيز، استخدم التركيز بقى في ان انا اجيب اللي هو قال لي عليه. حلو قوي. تعالى لي بقى، ايوه اشتغل بقى شويه كيمياء كهربيه من الخلايا الكهربية الموضحة أمامك. طب بص بقى يا صديقي، شوف اللعبة حصلت إزاي عشان بس تبقى فاهم. مبدئيا في كهرباء طالعة من إيه، في إلكترونات طالعة من إيه راح لسي. طب يبقى إيه أكثر نشاطا من سي. خلاص بص، إيه أكثر نشاطا من سي ومطلع إي إم إف ب1.2. هنا بقى السي أكثر نشاطا من بي. عرفت إزاي؟ لأن الإلكترونات طالعة من سي، يبقى سي هو الأنود. يبقى سي اكثر نشاطا من بي، المكان اللي طالع من الالكترونات ده اكثر نشاطا، يبقى اي سي. ركز يا ولا، يبقى اي سي بي. تمام. اللي بعده، طيب حلو، وبعدين بقى ركز وافهم هو عايز ايه. بيقول لك اي مما يلي يعبر عن الخليه المكونه من القطبين. مين هم بقى يا مستر؟ ايوه بي واي، بس خلي بالك بي انود واي كاثود يا ولا، بي انود وايه كاثود. يا حبيب قلبي ده اقل نشاط، انت عايزه يبقى انود نخليه لك انود، هو اقل نشاط تمام. وعايزه يبقى كاثود، ازاي يا عم ده اكثر نشاط؟ يقول لك خلاص يبقى اذا الخليه اللي هيحصل فيها عكس الطبيعي. احنا كنا دايما نقول ان الايه هو الانود والسي والبي هو الكاثود. لما انت قلبت الطبيعي هقول لك يبقى ده تفاعل غير تلقائي، والخليه دي تبقى خليه تحليليه عشان بس نريح بعضنا يا عم الحاج ارمط والدنيا تمشي زي الفل. يلا بينا ماشي. يبقى هذا التفاعل غير تلقائي. خلاص يبقى التلقائي غلط، التلقائي غلط.
ماشي، يبقى اجابتك هتكون ايه؟ يا ب يا ج. غير تلقائي. حلو، الاي ام اف قيمتها كام؟ سهله وبسيطه. اذا كان يا ولاد المسافه دي الاي ام اف بتاعتها 1.2 والمسافه دي السي والبي كام؟ كانت 8 من 10، الفرق بتاعها او القوه الدفعه الكهربائيه بتاعتها. انا عايز بطاريه من A و B، يبقى اجمعهم اهو، اجمعهم 1.2 زائد 8 من 10 وخلصنا. 1.2 و8 تطلع معايا بكام يا اولاد؟ ايوه بتطلع معايا ب2. وبما ان هي خليه والتفاعل غير تلقائي، يبقى يا اولاد الاجابه بتاعتك هتكون ج. حلوه، فكره حلوه، بحب انا الافكار اللذيذه اللطيفه الظريفه دي. سؤال 39 بيقول في التفاعل التلقائي، طالما قال تلقائي يبقى ده اكثر نشاطا وده اقل. ماشي، وده يحل محل ده، ده يحصل له اكسده وده يحصل له اختزال. ماشي، اقرا وركز. يعتبر ايون النحاس عامل مختزل قوي؟ ما حصلش. عامل مختزل ايه؟ ده يحصل له هيتنيل، يحصل له اختزال، يبقى هو عامل مؤكسد. غير يا ابن الكلام القرف ده. ب يمكن حفظ محاليل املاح النحاس في اوعيه من النيكل. ده النيكل هيحل محل النحاس، تبقى كارثه. غلط. يمكن حفظ محاليل املاح النيكل، املاح النيكل في وعاء من النحاس. يعني يا مستر النحاس هو اللي صلب؟ طب تصدق صح، لان النحاس لن يحل محل النيكل، مش هيقدر، ان النيكل اكثر منه نشاطا. بامانه حلوه. سؤال 40 يلا. سؤال 40 بيقول لك كل مما يلي يمكن استخدامه للتمييز بين الكحول الايثيلي والفينول ما عدا ماء البروم. تستخدم؟ تستخدم يا عم الحاج. هتقول لي ازاي بس يابا؟ ما هو يا حبيبي ماء البروم، يا ماء البروم هتديك مع الفينول. حد فاكر؟ ايوه، هتديك يا ولاد كده، فاكرين الرصب الابيض؟ صح. ماشي. طب والصوديوم؟ تفتكر الصوديوم بقى؟ طب ما الصوديوم يا مستر بيتفاعل مع الكحول الايثيلي ويطلع ايس اكسيد صوديوم، ويتفاعل مع الفينول ويطلع فين اكسيد صوديوم، وفي كلا الحالتين هيخرج هيدروجين. لا بصوا يا ولاد، الصوديوم ما يفرقش اهو، الصوديوم ما يفرقش، الصوديوم مش هيفرق. ماء البروم هتميز الفينول، والاف سي ال 3 اهو تميز الفينول لانها بتطلع مع لون بنفسجي، وبرمنجانات البوتاسيوم المحمضه هتاكسد الكحول الايثيلي ومش هتاثر على الفينول. يبقى كلهم بيميزوا ما عدا ده. تعالى لي بقى اخش لها على السؤال اللي بعده، سؤال 41. 3 مركبات من مشتقات الهيدروكربونيه. تمام. المركب ايه يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ولا يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم؟ الا جبتك الا. تتفاعل مع هيدروكلوريك مخفف ولا تتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم؟ ده انت كحول يا حبيب قلبي، ده انت كحول. ماشي. المركب الثاني يتفاعل مع كل من المركب الاول، يعني يتفاعل مع الكحول، ما عندناش مشكله، ومحلول هيدروكسيد الصوديوم في الظروف المناسبه. واحد بيتفاعل مع الكحول ومع هيدروكسيد الصوديوم. انا شاكك يا ابني ان انت حمض، مش عارف، شاكك، ما اعرفش، بس شكلك حمض. المركب الثالث يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم ولا يتفاعل مع الهيدروكلوريك. انا حاسس انك فينول، ما اعرفش ليه، ما لهاش حل. ما هو ما لهاش حل. كل مما يلي صحيح ما عدا. ركز كده يا قلبي، ركز يا قلبي اهو. نشتغل. الصيغه العامه للمركب الاول CnH2n زائد 2O. طب ما يا ابني الكانوا مع اكسجين ده كحول، مظبوط، وفعلا المركب الاول كحول. الصيغه العامه للمركب الثاني اللي هو الحمض CnH2nO2 صح، الكينو مع 2O ده استر او حمض. ج يستخدم كلوريد الحديد 3 للكشف عن المركب الثالث. طبعا صح، طلع لون بنفسجي. د يحضر المركب الثالث باكسده المركب الاول، يعني الفينول يتحضر من اكسده الكحول؟ لا طبعا غلط، وهي دي الاجابه اللي احنا عايزينها. سؤال حلو، سؤال جميل. الله يا جماعه، جمال العضويه. طبعا انا في شباب قاعدين دلوقتي عايزين يقولوا يا عم يا مستر عضويه مين؟ ده حاجه كبيره، عضويه مين؟ ده احنا شاربين فيها القمرين. ركز بقى، ما تفكرش كتير واسمع الضحك كبير، ركز يا ابني. 42. اي مما يلي يعبر عن الترتيب الصحيح للعمليات اللازمه للحصول على هيدروكربون مشبع من كحول لا يتأكسد.
كحول لا يتأكسد بالعوامل المؤكسدة. لا يتأكسد مين يالا؟ لا يتأكسد يبقى ثالثي. انت بتفكر ثالثي. طب ألف، نزع ماء من الإيثانول عند 180 درجة سيليزية ثم الهدرجة. طب ما أنا عندي مشكلة. ما هو خلي بالك، كحول لا يتأكسد، ما هو الإيثانول ده بيتأكسد. الإجابة دي مش هتنفع. أصل هو قال لي كده، قال لي بمنتهى البساطة، قال لي لا يتأكسد. طبعا مش هينفع اختار دي. نزع ماء من 1 بروبانول، يا عم الحاج ما 1 بروبانول ده كحول أولي هيتأكسد، هو قال لا يتأكسد، أنا ماليش دعوة. نزع ميه من 2 ميثايل 2 بروبانول ثم الهدرجه، هو ده كحول ثالثي بس اجرب، انا ما اعرفش. ادي 2 ميثايل، بص كده، 2 ميثايل 2 بروبانول، 2 بروبانول ادي او اتش. ماشي، هتقول لي بقى هتعمل ايه بقى؟ هنشيل او اتش، يلا شيل او اتش، شيل او اتش دي وشيل الاتش دي، يلا الاتش دي بره والاتش دي بره، يبقى تحط هنا رابطه مزدوجه ثم هدرجه الناتج، لو هدرجته يطلع مركب مشبع صح. اذا اجابتك جيم. سلام يا دحيح يا كبير، سلام يا دحيح يا كبير. مدرسه. خش على 43. هيدروكربون، المخطط ده كده، بص اشرب لي كوبايه شاي، اشرب كوبايه شاي، لا بص اشرب لي كوبايه شاي، ايوه اللي بيسمعني اشرب لي كوبايه شاي وقهوه، وركز السؤال ده حلو قوي ليك انت. السؤال بيقول لك ايه؟ هيدروكربون يحتوي ذرتين هيدروجين. يا سلام سلام، تحس بنقول مزيكا. ماشي، 2 هيدروجين، ماشي، تعمل له هيدره حفزيه يطلع CnH2nO. طب ما انا فهمت حاجه، الصيغه دي تعني الدهيد او كيتون، ومين بيجي من الهيدره الحفزيه؟ من الهيدروكربونات. طب ده كده، ده انا فهمت، ده بقى الاسيتايلين او الاسيتايلين، هتعمل له هيدره حفزيه تطلع الاسيتالدهيد، تجيب له H2، ده كده انت هتحوله له كحول، هذا الكحول كحول اولي. تنزع منه ميه، بص طلع ايه؟ قال لك طلع دبليو. انا مش فاهم ازاي بقى، انا مش فاهم ازاي. انا يعني مع كامل احترامي، هو في خطأ لانه قال لك بنزع الميه يطلع CnH2n، يعني قول لي بقى يطلع CnH2n، اعتقد ده هيصلحوها يعني. اي مما يلي يعد صحيحا بالنسبه للمركبات W وZ وY وX. المركب X يتفاعل بالاضافه على خطوه واحده؟ لا، ده بيتفاعل على خطوتين، ده الكاين. المركب واي هو البروبانول، ما حصلش، ده قال لك في ذرتين كربون، يبقى ده الايثانال، غلط. المركب زد يعتبر كحول اولي؟ طبعا يا عم، طب ما هو لازم كحول اولي. انت بتحكي فين يابا؟ اكيد هو كحول اولي، اكيد هو كحول اولي، انت بتحكي في ايه؟ مش ده قلت عليه ايثانول، يبقى هو كحول اولي. يعني هو الايثانول كان ايه؟ 44. يا سلام. اخر سؤال في الاختيارات، حمض كربوكسيلي له الصيغه C3H6O3. يا ابني يا حبيبي، لو شفت O3 ركز، هديلك شويه مفاتيح حلوه. لو شفت O3 تقول لي عندي 3 احتمالات. اول احتمال وارد يبقى حمض، بص حمض لاكتيك، ده وارد. ممكن يبقى حمض سالسيليك، وارد كمان يا ولاد يبقى جليسرول، وارد بنسبة كبيرة. لو C3 يبقى حاجة من الاتنين دول. لو هو يعني حمض سلسلك هيبقى C7، فركز بس في الحاجات دي. طيب، والسؤال ده على فكرة سؤال امتحان وبيتكرر بشكل كبير جدا. انت عملت ايه؟ بيقولك تفاعل واحد اضيف اليه ميثانول فتفاعل كحمض. اذا لما ضفت له ميثانول تفاعل كحمض، هو بقى حمض، ماشي، يعني هو كحمض، ماشي. وتفاعل 2 اضيف اليه حمض الاستيك فتفاعل ككحول، ده واحد كده عنده مجموعتين فعالتين، يبقى ده ولاد حمض اللاكتيك. تعال اقول لك شكل حمض اللاكتيك، CH3 CH اطلع فوق OH COOH. المجموعه دي تشتغل كحمض، المجموعه دي تشتغل ككحول، خلاص. يعني ده كحول فيتفاعل مع المجموعه دي. طبعا لو ضفت ميثانول هيتفاعل مع ده،
لو ضفت حمض استيك يتفاعل مع ده. اذا هو بيعمل بالطريقتين، اي مما يعبر عن الناتج الاول. طب تعالى نشوف كده، ضيف لي ميثانول بعد اذن حضرتك، ضيف لي ميثانول. الميثانول هيجي هنا اهو، ميثانول اهو، حط هنا CH3. خلاص يا باشا، O CH3 ده الميثانول. لو انت ضفت ميثانول يبقى التفاعل رقم 1 انا هنتهي ب COOCH3. خلاص يبقى دي غلط، COOCH3 ماشي، بس عدد الكربون في الاول مش مظبوط. فين الOH؟ لا مش موجود، يبقى ما تنفعش. طب يبقى ده اختياري، CH3 CH مظبوط، OH COH. طب دي مظبوط كده، ب ود، انا عندي ب ود. تمام. تعالى بقى رجعوا لاصله، معلش بقى، تعالى نرجعه لاصله، معلش انا تعبكم معايا، بس نرجعه لاصله عشان نشتغل الباقي. بعد كده قال لك انا اضيف حمض الاستيك على اللي فوق. هتضيف حمض الاستيك على اللي فوق يا عم؟ مش ضيف حمض الاستيك، زعلان قوي. ضيف حمض الاستيك، يبقى دي هنا ادي الاو، طبعا هيجي عندك السي دبل بوند او سي اتش 3. ده كده انا كده مستر كانيوس و100 فل و14. تعالى لي بقى قول لي تختار ايه بقى يا وحش؟ ها ماشي يا مستر. اولا انت عندك COOH في النهايه الطرفيه، ماشي، هنا بقى مش موجوده، يبقى دي غلط، دي غلط. لكن COH موجوده، CH3 CO O موجوده، CH3 ب وبصمك عليها بال10. سؤال جميل، انا مستمتع يا اولاد، مستمتع في هذا النموذج القوي. الشكل التالي يوضح 3 محاليل. يلا بقى نشوف المقالي. الشكل التالي يوضح 3 محاليل A و B و C لحمض الهيدروفلوريك عند درجة حرارة الغرفة. طيب وبعدين؟ طيب يلا بينا، تعال نشوف كده هو عايز مني ايه. مديني التركيزات كلها يا اولاد، هو مديني التركيزات بتاعت الثلاث محاليل دول، هو مديها لي كويس قوي، ومديني كي يا اولاد. ده راجل حنين قوي يا بابا، ده راجل حنين قوي يا بابا. عايز مني ايه؟ اي المحاليل له اعلى قيمة pH. اقول له ثانية واحدة، اجيب تركيز الهيدرونيوم في كل واحد. قانون الهيدرونيوم التركيز ده بيجي ازاي يا اولاد؟ جذر، ايوه كده، ايوه كده، اسحب لي الجذر يا ابني. جذر ايه؟ ها واحده واحده كده وركز معايا يا صديقي. جذر KA في CA. طب ماشي، KA يبقى كل واحده بقى KA في CA، KA في CA. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده. اضرب دول في بعض وخد الجذر، دول اهو اضربهم في بعض وخد الجذر. ثانيه واحده كده عشان ما نضيعش وقتكم. يلا يبقى الايه طلع معايا بزيرو علامه 016، اللي هو جذر KA في الام، طلع معايا بالرقم ده. طيب تركيز ايونات الهيدرونيوم هنا طلع معانا 0 علامه 013. طب هنا يا مستر طلع معانا بكام؟ هنا طلع معانا 3 علامه 6 في 10 اس سالب 3. يا سلام يا زكي، يا سلام يا زكي. بص بقى بيقول لك ايه. طب مين يا ولاد له اعلى قيمه BH وانت مغمض عينك؟ اعلى BH يبقى اقل تركيز للهيدرونيوم، علاقه عكسيه على طول. طب مين اقل واحد فيهم؟ ده الهفق اللي هناك ده. بص ده هفق جدا جدا، يعني لما تيجي هناك تعمل له 3 اصفار كده على جنب هتلاقيه فعلا اقل واحد، ده اقل واحد فعلا. يبقى يا اولاد اقل واحد هو السي. خلاص كده تمام. اي المحاليل بها اعلى تركيز لايونات الفلوريد السالبه؟ بما ان ال HF بيتفك ل H موجب و F سالب، طب ما عدد ده يبقى هو عدد ده. يبقى اي المحاليل بها اعلى تركيز لايونات الفلوريد يبقى اعلى تركيز للهيدروجين هو اعلى تركيز لايونات الفلوريد، يبقى هو ده. يبقى ايه؟ ما هو ده اعلى تركيز. ما هي قيمه كي ايه للمحلول؟ طبعا الكي ايه ثابته اهو، 6.7 في 10 اس سالب 4. يخرب بيت الرخامه. 4 بقى. السؤال الجميل بيقول لك ايه؟ ايوه، عايز اي المحاليل تكون نسبه تفكك الحمض فيه 4.9، يعني انت عايز الفا. طب هنحسبهم كلهم بقى، الالفا بتاعتهم كلهم. طيب استاذنك نحسب الالفا البي عشان بس ما اضيعش وقتكم. الفا بتساوي جذر، ايوه يا مستر، جذر مين على مين؟ ايوه جذر كي اي على سي اي. لو جيت تحسب دول هتلاقيهم بالظبط الجذر ده يطلع معاك 4 علامة بالظبط، يعني 8 9 بالظبط، حوالي كده يعني
4 8 9. خلاص يا اولاد، يبقى هو ده، يبقى هي دي نسبة تفكك. تعالى احسبها على الآلة الحاسبة برضو علشان ايه تبقى مطمن. يبقى هقول له كده، بص معايا يا صديقي الصدوق، يبقى هقول له جذر، خد شرطة كسر، ايوه، الكي ايه ب6.7 في 10 أس -4، تمام. بالنسبة للسي اي بتاع الحمض ده، السي اي اللي هو ايه يا ولاد؟ السي اي اللي هو تركيز الحمض. انا بتكلم على تركيز الحمض، مش بتكلم على الهيدرانيوم اللي هي 2 8. طالع معايا بالظبط يا ولاد اهو. بص معايا طالع ازاي عشان برضو تبقى فاهم الرقم جه منين. اهو طالع معانا 0,4,8,9. حبيبي هو عايز نسبة التفكك بالعلامة في المية، يبقى اضرب في 100. الرقم ده لما يتضرب في 100 تطلع ب4 اهو علامة 8 9، وهو المطلوب اثباته. دي لما تتقرب يبقى الإجابة بتاعتك مظبوطة. خلاص، تعالى بقى نشوف السؤال الأخير. يا سلام، ايه صيغته؟ بص CH2O2. يا عم الحاج دي سهلة، ده حمض الفروميك، هو شكله حمض الفروميك اهو. هعمل له اختزال بكرومات النحاس. لو اتعمل له اختزال يا ولاد يطلع الميثانول اهو، يختزل للكحول. طب حط مركب ايه المفروض يطلع سي؟ يعني انا مش فاهم برضو، انت عايز تفاعل بي مع ايه؟ طب ما على يا سيدي على راسنا زي العسل. يبقى الكحول مع الحمض هيديك استر يا عم الحاج. الاستر هيبقى اسمه ايه بقى؟ بص التركايه، فرومات الميثايل. فرومات الميثايل انا عايز اعمل لها تحليل نشادري يا باشا، على عيننا وعلى راسنا، سهله. اهم حاجه بس طلع لي الكحول بعد اذنك بره. بص معلش حلها كده اهو، ادي الكحول يطلع لي بره كده اهو CH3OH، ويتبقى ايوه بص HCO، خلصنا NH2 يا ولا، NH2 يا ولا. دحيح بقى وشغل عالي، صح يا مستر صح. ركز بقى معايا. طيب تعالى كده نركز ونشوف هتطلع ايه. ما الاسم الشائع للمركب ايه يا عم الحاج؟ ده حمض الفورميك. انت يعني هتفهم ازاي حمض الفورميك ايه؟ اهو حمض فورميك، حمض الفورميك، تمام. اكتب الصيغه البنائيه للمركب الناتج من تفاعل بي، فين بي ده اهو، الميثانول مع C7H6O3. مش انا قلت لك لو في O3 وC7 يبقى وانت مغمض ده السلسلك؟ طب يلا تعالى نرسم. ادي السلسلك يا اولاد اهو، ده حمض سلسلك، هتضيف عليه بي اللي هي CH3OH. طيب يبقى دي تتفاعل مع الحمض اهو، فيطلع عندك يبقى COO CH3 وهنا OH. هو ده يا اولاد الصيغه بتاعت الصيغه. ده سؤال رقم 2، حل سؤال رقم 2. طب ما اسم الايوباك للمركب سي؟ الايوباك ركز، الايوباك طالما كربونه بنسمي يا اولاد الجزء المشتق من الحمض، يبقى اقول له ميثانوات الميثايل، استر ميثانوات الميثايل. 4. اكتب الصيغه البنائيه للمركب دي اللي جت من التحلل النشادري. سهله، بص اقول له ادي الاتش ماسكه في كربونه عليها اكسجينه، وادي NH2. سهله يا ولا، سهله يا ولا، شغل عالي، شغل عالي قوي. وكده يا صديقي نكون انتهينا من حل الاسترشادي الثاني. نشوفكم في الاسترشاد الثالث. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب. بالتوفيق ليكم يا شباب، ربنا معاكم.